الجمعة هذه ما جات فاتورة الماء، قعدت باهت شبيه السوم غلاء أكثر من العادة. حاجتي يا اما زادوا في سوم الماء من غير ما يقولوا لنا، ولا ريتك الفيضانات والدنيا الكل فكتروهم علينا الكل، معناتها احنا باش ندفعوا السوم نتاعهم. على ذكر الفيضانات، ما انا قاعدين نبنيو في الديمقراطية احنا في تونس، بنينا سقف وبارامون سقف في قطر، معناتها السقف نتاع الديمقراطية فيه قطر يا ربي قطر قطر. خايضة الدنيا على قطر، قال كيفاش تجي المجلس التأسيسي واحد برك، حزب برك، قال مرحبا بأمير قطر يجي وقت اللي يحب، هو سي سليم الرياحي من الحزب الوطني الحر. تي وين باش تقعدهم؟ تي عندك كرسي برك انت فرحان بأمير قطر به؟ قعدت أمير قطر. الشيخة موزة وين باش تحطها؟ مازالت كي عاملة عملية المرأة، وين باش تحطها؟ انت حاجة مش واضحة حتى طرف. في الإعلام زادة فما برشا حوايج مش واضحين. البوليسية التوانسة قال لك 600 بوليسي مشاو يعملوا في ستاج في قطر. تو هناك ينقولوا لكم البوليسيه ساعات عندهم عوجه، هناك ينقولوا لهم بنان يتغشوا ماشيين لقطر للشيخه موزه بكل، ما تجيش الحكايه. في الاعلام السيد مختار رصاع مدير التلفزه الوطنيه اول ما ربحت النهضه عمل تصريح بالصدفه، قال رانا باش نعملوا قناه دينيه، هكا صدفه خير من الف ميعاد كما يقولوا. من بعد وقتها جاء التصريح نتاع السيد حمادي الجبالي الخلافه السادسه، السيد مختار الرصاع باش يخرج علينا بتصريح ويقول لقيتوا عنوان التلفزه اسمها تونس 6، هكايا ننساو تونس 7 نهائيا. نوفل وي يظهر لي خويا انت عندك تحجير سفر في مطار قطر التاج الدولي. انطلق انطلق. هاي الولاد هاي. احنا نساء ورجال شهرية عنا فال، واللي نصوروه اليوم يهزوا ولاد الأحلال. احنا نساء ورجال شهرية عنا فال، واللي نصوروه اليوم يهزوا ولاد الأحلال. الجاير طالعين هالطين هزت مطالبنا، وينهم المسؤولين؟ رانا هرمنا وشبنا جاير طالعين هابطين هزن مطالبنا، وينهم المسؤولين؟ رانا هرمنا وشبنا. كان سكتنا كان تكلمنا، بقت همنا كلنا كان سكتنا كان تكلمنا، بقت همنا كلنا احنا نساء ورجال شهرية عنا فال، واللي صوروه اليوم يهزوا ولاد الأحلال. احنا نساء ورجال شهرية عنا فال، واللي نصوروه اليوم يهزوا ولاد الأحلال. الجاير طالعين هالطين هزت مطالبنا، وينهم المسؤولين؟ رانا هرمنا وشبنا جاير طالعين هابطين هزت مطالبنا، وينهم المسؤولين؟ رانا هرمنا وشبنا. كان سكتنا كان تكلمنا، بقت همنا كلنا كان سكتنا كان تكلمنا، بقت همنا كلنا خرجت من الدار فتحت الكار دار وديما لاباس، لكن في خدمة من دار الخدمة مشنوق وديما لاباس.
تعيش غلات فلوس وفات مرهون وديما لاباس. انا لاباس انتي لاباس احنا لاباس تونس لاباس. انا لاباس انتي لاباس احنا لاباس تونس لاباس. لا نظام ديما اعتصام دجاج وديما لاباس. عمال في التراب احنا كذاب بطال وديما لاباس. ضربوه بالرصاصة ملقاش قناصة دفنوه وديما لاباس. انا لاباس انتي لاباس احنا لاباس تونس لاباس. السبت 19 نوفمبر، اهلا وسهلا بكم في لاباس، وان شاء الله تونس ديما لاباس. ضيفنا الاول اليوم الضيف السياسي. تعرفوا الحدث اللي تناقلته وكالات الانباء واللي حكيت عليه الانترنت هو تصريح السيد حمادي جبالي من حركه النهضه واللي بشر فيها بالخلافه السادسه. شنو هي الحكايه هذه؟ شنو يقصد؟ شنو ما يقصدش؟ باش نفهموا التفاصيل اكثر حبينا نستضيفوا واحد من الحزب الغير مرخص ليه صحيح الى حد الان، ولكن الحزب اللي برنامجه هو اقامه الخلافه في تونس. معنا السيد رضا بالحاجة، الناطق الرسمي لحزب التحرير بتونس. مرحبا في لاباس. سي رضا مرحبا بك. اهلا وسهلا، شنو احوالك؟ السلام عليكم. مرحبا بك. نورتنا اليوم سي رضا. عايش خويا العزيز. يعني اذا احنا تو باش نبداو من الحدث الاخراني ومن بعد باش نحاولوا نفهموا بشويه بشويه. نحاولوا نبسطوا للناس. تصريح السيد حمادي جبالي من حركه النهضه يبشر بالخلافه السادسه. انتم حزب التحرير حزب غير مرخص له لحد الان، ولكنه حزب عالمي في الخمسينات تاسس في المشرق العربي. اعضاؤه شدوا الحبس برشا مرات في عديد المحاكمات في تونس. اما الاحكام عاده 19 سنين، مش كما معناتها فما احزاب اخرى وصلت للاعدام. انتم في 19 سنين نظرا ممكن للطابع السلمي للحركه نتاعكم. بعد الثوره تم رفض الرخصه اللي طلبتوها، ومؤخرا السيد راشد الغنوشي قال في تصريح تلفزي انه ممكن تاخذوا الرخصه. هذا لخصناه، ولكن قبل نرجعوا للتصريح السيد حمادي جبالي اللي قال من بعد انه الجمله اخرجت من سياقها، مقصد شكاكه ولا انه في اطار ضيق. نحب انت بما انكم تقريبا هذا المجال اللي انتم تنشطوا فيه، كلامه كيفاش؟ هل هي زله لسان؟ هل هي رساله للمتشددين؟ ولا هل هي توبه كما قلت انت في تصريح؟ تاب الرب سي حمادي وامن لي الخلافه هو النظام باش يصير في تونس. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا من الاخر كما انت بديت من الاخر. توبه، انا لما قلت توبه في الانترنت التصريح كان ما حطيتها في سياق، قلت هل وجدت هل هي توبه سياسيه مش توبه مفهوم ارجو الله الناس كنا مسلمين وكنا مؤمنين ولا مزايده لاحد لا احد. هذا السياق الاول. السياق الثاني التصريح فاجأ الراي العام باعتبار التزامات السابقه النهضه اللي صرحت بها في العلن للناس الكل انها عندها توجه مدني غير ذلك، وان الدين هو مرجعيه فقط وليس برنامج كامل تفصيلي. فاجأ الناس الكل. معناتها تفسيرك الشخصي الذاتي، تعليقك. والله الكلام اللي قاله اخونا حماد الجبالي جاء في سياق معين. هو بعد نزل توضيح بين انه تحدث على مرحله جديده راشده، وخذا عنوان الخلافه باعتباره عنوان عند الامه يمثل عدل ومجد وما الى ذلك. هل خطاب السيد حمادي جبالي رساله لبعض المتشددين مثلا من حركه النهضه اللي اطراف تقول فما شكون معناتها النظام الجمهوري وفما اطراف متشدده، هل تنجم نفهموها انها رساله للناس؟ والله الترضيه ربما خطاب موجه القواعد، خطاب موجه الوسط الاسلامي، لانه حركه النهضه شاءت أم أبت ما تنجمش تخرج من الجو العام الإسلامي أبدا، بل المسلمون كلهم في النهاية يعود الدر إلى معدنه. لذلك نعتبر كيف عبر أخونا حماد الجبالي على هذا، عبر عليه باعتبار لحظة صدق غلبته
والا حبها الله اعلم. تعرف كي تقول لي هي كامنه في وجدان كل مسلم كيف يتحدث معناتها بصدق ما يقول الا خلاف. لكن سي رضا عفوا معناتها كي تقول لحظه صدق معناتها الكلام الاخر يقول فيه ليس صدقا، معناتها قاعد يقول لنا ابارسا في كلام اخر ويحس روحه مش صادق ويقول فيه. لا ماهوش هذا، وانما لحظه صدق قصدت بها التركيب معناها وجدان يطفو تعبيره، وهي تعبيره سياسيه. تتكلم واحد على الخلافه يا رسول الله كانوا يتكلمنا على هتلر، شو العجب في الجماعه خارجين علينا في الصحافه من هنا وهنا وخلافه، ايش بيها احنا عندنا قطيعه مع الخلافه؟ الخلافه هي اللي خلتنا جيل عن جيل وقرن عن قرن وصرنا مسلمين. احنا الامبراطوريه الاسبانيه لو كان مش من الخلافه راهي بلعتنا رانا قره تو لابسين البرطله. صحيح. ولذلك ما ثم تواصل، احنا ماناش في قطيعه مع عهد سابق يمثل ظلام ويمثل كذا واليوم نأسوا وشكون باش يأسس. باش نحكيو جينا للخلافه معناتها لهنا وقت اللي انتم حزب التحرير نتاعكم الغير مرخص ليه يحكي تأسيس الخلافه، هل يعني هذا انه معناتها نحس هنا اللي حزبكم يتخبى وراء محاسن الخلافه والفتره نتاع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم اللي حتى حد ما يشكك فيها، ولكن هل تعملوا في السياسه ولا ما كنتش تعملوا في السياسه؟ سؤال بسيط. حزب سياسي، حزب سياسي مبدأه الاسلام. فوالا مبدأه الاسلام. وقت اللي تعملوا في السياسه معناتها قابلين للصواب للخطا، ارائكم تنجم تكون مش صحيحه، ارائكم تنجم تكون غالطه، ارائكم تنجم تكون ما تطبقش كيما العكس. نعم صحيح ولا لا؟ معناتها لهنا وقت اللي تتخبى لي تقول لي تخايفين من الخلافه، حطيتني معناتها سامحني نحكي بالدارجه، حطيتني راسي راس الخلافه، معناتها انا توكي باش ننقدك باش نولي نقتل الخلافه، مش صحيح. لا باش ننقد نظرتك وتفسيرك كيفاش تطبيق الخلافه اليوم، صحيح ولا لا؟ معناتها خليني ماذا بيا سي رضا نحكي مع حزب ما نحكيش مع تاريخ اسلامي، خاطر كان باش نحكي مع تاريخ اسلامي باش ناكل طريحه، كي باش نحكي مع حزب نجموا نتناقشوا معناتها باش نحكي مع حزب التحرير، مع حزب التحرير بنظره حزب التحرير اللي هو نظرته كيفاش نستلهموا من الخلافه حاجات نعيشوا بها اليوم. اكيد مش تطبيق. انا حبيت نبين ان الخلافه مكسب عظيم للامه، لازمها تسترجعوا بطرق تناسب وتحقق للناس مطالبهم الان في معاشهم، في ارزاقهم، في علاقاتهم، في تحقق الوحده. شنو هي الخلافات؟ نبسطوها للجمهور والناس الكل يسمعوا فينا. خلافه هي تطبيق احكام الاسلاميه وتوحيد الامه. شكون اللي ما يحبش وحده؟ شكون اللي ما يحب جيبه اللي يتعارك مع زوسوردي في جيبه الان يتعارك عركه يوميه، يولي عنده مال قطر ثاني دوله في العالم ثريه في العالم 700,000 ساكن، الاصل فيه هذا ملكيه عامه لجميع المسلمين. في النهايه صحيح سيدي كلامك، نحن كونسيرني كنا بالخلاف. اما صحيح كلامك، اما ريد توحيد الامه معناتها فما اللي يقول تشبه الخبز ب100، معناتها كلام جميل ولكنه غير قابل للتطبيق. معناتها توحيد الامه، فما واحد ما يحبش توحيد الامه، اما ولكن هل هو قابل للتطبيق؟ هنا الاشكاليه. توحيد زاد لي برنامج سي البحري جلاسي الخبز ب100 وكل بطال عنده 500 دينار وقنطره بين كذا، ويجي يقول لي شكون ما يحبش كل بطال 500 دينار؟ نحب، اما هل هو ممكن؟ هل هنا احنا نلعبوا على مشاعر ولا غريزه اسلاميه فطريه عند المواطن؟ لا نجم نوحده بالتونسي باكستاني. حزب التحرير ماش نعرضوا في قرارات او اجراءات. معناتها هل التونسي يحس انه الباكستاني قريب له؟ نجاوبك. البلاد العربيه تحديدا باعتبار اللغه العربيه المشتركه تخلي ثم وحده من اكثر كثافه ما بين الناس في الاحساس، لكن البلاد الاسلاميه من حيث هي كلها معنيه بنفس الشان، وحربها واحده وسلمها واحده ومالها واحد وعرضها واحد، وهي في هذا المشترك تشتغل. ماناش محققينه الان، خاطر ثم سايكس بيكو قسمتنا وحطتنا في وضعيه نتاع شرذ ما ينعرفوها الكل قريناها في التاريخ، فضيحه. حتى واحد من الدول ما اختار الحدود اللي عايش فيها. هي امر واقع كي يتعاركوا زوز دول على حدود، يمشيوا لبريطانيا يمشيوا لفرنسا يقولوا بالله كي غادرتنا وين خليت لنا الحدود؟ فات السرب الهندي ولا بعده؟ باش نحدوا احنا الخطيط. احنا عايشين وضعيه استعماريه نكيفوا فيها ونعطيوها في شعارات ونمجدوها، والمدنس ما وليش مقدس. احنا وضعيه الشرذمه وضعيه مدنسه ماهيش مقدسه. صحيح. لكن الساكن مش يدعوا للوحده خويا، مش يدعوا لها بطريقه معناها اجراءات مثاليه كاذبه وهو ما ينطلقش، معناها مجرد اجراءات. معناتها الحدود فما توانسه ماتوا مستعدين يموتوا لحمايه حدودهم، انت ما تقولش انه حدود مفروض علينا. حاجه اخرى معناتها مش بالضروره معناتها وقت اللي قامت الثوره، ديما تقولوا الثوره قامت من اجل، صحيح معناتها كلنا مسلمين. وقت اللي قامت الثوره قالوا الشعب يريد اسقاط النظام، معناتها الشعب يريد الحكم لنفسه. الديمقراطيه هي الحكم للشعب، انتم تعتبروا الديمقراطيه كفر.
معناتها الشعب ما يلزموش يحكم نفسه بنفسه. مش ما يحكمش نفسه بنفسه. ثم صيغه، احنا ثم بعض مقولات في الوسط السياسي حطوها لنا نفكر بها ولا نفكر فيها، ولات دغمائيه كما الديمقراطيه. الديمقراطيه اول عدوة نفسها. الديمقراطيه هي وهم تو يوقع في تونس، ما هو باسم الديمقراطيه. شوف اليوم كي يشرذموا في الحكم ويوزعوا في الحقائب بوصايه من فرنسا وامريكا وكنا نعرفوها، اخترت نهار الاحد يعطيك الصحه واحنا تو نكملوا المهمه. في النهايه ولات الديمقراطيه كاينها لعبه يلعبوا فيها، وفعلا هم يقولوا لعبه، هم يستعملوا الكلمه. مانيش نبحث على المساله هذه. تفاوض عادي على الحقائب الوزاريه. في الدوله الاسلاميه ينتخب رئيس الدوله وينتخب مجلس الشورى وينتخب مجلس الولايه، لكن بطريقه المساله الديمقراطيه التي نرفضها بن علي من الفوق. شكون؟ كيفاش؟ معناتها طريقة الاختيار كما قبل ب 99%. لا حاشا وكلا. نرجعوا كما في الدولة الإسلامية، خاطر الله غالب ما قروناش في المدارس، احنا ضحايا. معناتها وقت بن علي احنا ضحايا كانوا يعطيوا طول. سامحني سنوف القضايا، القاعدة الأولى اللي قعدناها في المدرسة الابتدائية اللي تبين التغريب. فرير جاك سوني لي ماتينو دينغ دينغ دونغ. من الأول حطونا في جو نتاع تغريب من المرحله الاولى، وبدات الثقافه الغربيه. هذه امي مريم وسامحني عليها، يعني خاطر قريت سنه اولى فرنسيه وحطونا في الجو هذا وما علموناش. يا ودي نظام الخلافه ماهوش ديمقراطي، لكن ماهوش ديكتاتوري، لحظه، ماهوش امبراطوري، ماهوش، هو طراز خاص فيه السياده للشرع والسلطان بيد الامه، هي اللي تختار وهي اللي تحاسب وهي اللي تنزع، وثم يعني ثم منظومه ما ياخذهاش الانسان بالطريقه الغربيه الكاريكاتوريه اللي يحبوا يقدموها. واحنا عندنا بديل مفصل، قدمنا دستور فيه 192 ماده مفصله، نظام حكم، نظام اقتصادي بادله بصياغه قانونيه، يبين ماهيش لعبه. كلمه خلافه باش يجي احد يتخذها معناها هزءا، هي كيان تنفيذي باش يطلع بالمهمات الجسام في المرحله التاريخيه، توحيد وتوفير معاشات الناس وما الى ذلك. معناتها كلمك معناتها معقول. وهو حتى كان احنا معناتها كلمه ماهيش لعبه، خلينا نتفقوا الكلنا نحكيو بجديه حتى ولن اختلفت معناتها طرق الكلام. وفما شكون يقول من لا معناتها من اللي ما يفدلكش فهو انسان غير جدي. معناتها واضح. مقبول. باش نعطيك حاجات تو باش المواطن والجمهور يفهم الخلافه، باش نعطيك حاجات حاول تجاوبني باختصار سي رضا، خلي نبسطوها للناس. فليكن في نظام الخلافه اللي راه حزب التحرير، كي نقول اللي راه حزب التحرير خاطر فما شكون يراه عكسكم، فما شكون يقول انا نستلهم من الخلافه ونشوف طريقه اخرى. في نظام الخلافه اللي راه حزب التحرير، واحد ما عادش فما انتخابات. فما انتخابات مؤصله عندنا، نعتبروا انه الحكم هو عقد مرادات بين الناس والحاكم. في نظام الخلافه اللي راه حزب التحرير ما عادش فما وزراء. فما معاونون اسمهم معاونون، واضح. اسمهم معاونون يشتغلوا، كل واحد ياخذ ملف معين غير ذلك ويختلف المهمات. نعم. باختصار في نظام الخلافه اللي راه حزب التحرير ما عادش فما فيسبوك. عليه؟ منين جبتها؟ اي انت ما فما كيفاش احنا توا من فضل ربي الفيسبوك موجودين عليه بوجود يعني لافت للنظر. من فضل ربي زاد هي بفضل ربي بطبيعة الحال وجود لافت للنظر واقبال رهيب من الشباب. وانا الشباب نحييهم بالمناسبه حقيقه، صنعوا وكالات انباء باتم معنى الكلمه على الفيسبوك وساهموا في الثوره باش خلقوا وضعيه. في نظام الخلافه اللي راه حزب التحرير ما عادش فما قاعات سينما. لا عليه ما ثماش. اذا على السينما تو ما عادش موجود ظهر لي تو ما عادش يتبع سي رضا وبدات تتراجع يعني بشكل كبير. سي رضا اخر فيلم تفرجت فيه والله نتاع بيل جيبسون نتاع المسيح، الدقائق الاخيره نتاع المسيح، عنده مده قديم عندك برشا ولا شفت؟ اي مانيش مواكب لكني وقت نلقى الوقت مسألة وقت انشغال ما عنديش مشكله. اما في الكتب نتحدث معك نقرا كتاب كتب نقرا ياسر. اخر كتاب اللي قريته انا شخصيا مثلا نقرا البير كامو، انا البير كامو ليترونجي رجعت القريه قبل غير ذلك هذا اخر كتاب. تقرا روايات وتقرا واضح. في نظام الخلافه اللي راه حزب التحرير، نعم، السارق تقطع يده. السؤال هذا بطبيعة الحال باش نجاوبك جواب مباشر، لكن تعطيني فترة نتاع تفسير وجزئي ولو سريع. نعرف البرنامج سريع والريتم نتاعو سريع، لكن لابد الناس خاطر الناس باش تركز معك. شكون واضح؟ السارق في الدولة الإسلامية خبر عاجل يطلع في التلفزة، ما عندناش سارق في الإسلام. اي فوالا تقطع يده نعم ام لا. علاش حاسك حاشم به الحكم؟ لا قلت لك ابتداء لكن في سياق معين. في سياق بيان سور، مش تشدوا العباد في الشارع باش يحصلوا لهم يديهم. نعرف معناتها ثورنا واحد قطعت يده مسكين ويجيبوا لنا منظمات حقوق الانسان العالميه. والانسان اللي تثبت بنته ودخلوا له دار ومش عارف كذا وكذا يولي مش حقوق انسان، يولي حق الانسان في العقوبات. لحظه الغلطه بغلطه. لا ايش علينا؟ تنفذ بحكم القضاء ومش تنفذ في الشارع على توريا ترافير. بحكم القضاء
في نسب معينه. في نظام الخلافه حسب ما يراه حزب التحرير برنامج كيما برنامج لاباس توقفوه. عليه اه شبيك يا نوف؟ سي سنين اخوي. لا خاطر انت قلت عليه لي نوقفوه برنامج طيب، في حوار، في بل بالعكس احنا نعتبره محاسبه الحكام في الدوله الاسلاميه امر بلا قيود. ليه على خاطر سي رضا خلينا نحكيو الكواليس. تبارك الله معناتها فرحت كي عيطنا لك الاميسيون، ما قلت لي نوفل لك الميوعه نتاعكم واحد ما نحبهاش معناتها. مولي كل لا سامحني بارك الله دونك كي تعتبرها ميوعه قلت ان شاء الله كان تشدوا الحكم انا نمشي ندبر خدمه اخرى. لا حاشاك. بالعكس احنا باش نحطوك في عمل. هذا شنو السياق؟ باعتبار لكل مقام مقال. احنا نتكلموا في كلام سياسي جدي واضح كيف يولي فيه مثال تهريج وكذا يفقد قيمته. وانا عندي صفه معينه يعني ماكش معناتها تحب بعد الاميسيون في الفضل كم لاباس راه ما تنجمنيش نحكيو لبرا وتلقى يمال عليه ما تحبش سكيتش. لكل مقام مقال قالها الجاحظ واتبناها انا. احنا مقامنا حديث في الشان العام في السياسي فليكن، وكل وضع. في المشرق العربي تسمع بك الشيوخ اللي تطلع كل مره في التلفزه وتفتي في الفتاوي وتبدا تحكي وتقول كيف ما تحكيوا انتم احنا من الاسلام ومن روح الاسلام وغيره. مش لازم نحكي لك على الفتاوي الشهيره ذيك اللي قالت الغريبه ممكن ما تقالش في التلفزه. فما فتوى في السعوديه تمنع العاب البوكيمون لانها تشجع الاطفال على القمار. فما فتوى في عام 2008 لقتل ميكي ماوس الشخصيه اللي نتاع ديسانيمي. فما شيخ في السعوديه اصدر فتوى لمنع البوفيه سيلف سيرفيس في الوتله ريستورونات باعتباره يضلل الناس. فما فتوى لشيوخ الباكستان تحرم تطعيمات شلل الاطفال لانها مؤامره من الغرب. فما اهدار دم الخميني اهدر دم كاتب سلمان رشدي. نجاوبك نوف. ماشيين للثنيه هذه احنا؟ لا حاجه. شوف كيفاش راهو لابد بدون تفصيل ما ثماش فهم. وما زينا نفهموا في الامور بالاون جرو قبل خاطر ما عندناش فرصه نتاع حوارات، لكن توزم نفهموا بالتفصيل. والتفصيل نتاع الاسلام رحمه وروعه وامتياز. ثم ما عندناش كليرجي احنا في التاريخ الاسلامي، معناها رجال دين يباركوا وبابا يعطيك سك الغفران وسك الحرمان ويقول لك تدخل الجنه ما تدخل النار. هذا يسعى ابتداء. اللي يفتيوا الاغلبيه تو في القنوات وراهم جهه نسميها اللي هي السعوديه ودول الخليج. شنو هي الغايه منها؟ الغايه منها الهاء الناس بهذه الجزئيات، ثم تخرج لنا فتاوى ان الحكام ولاة الامور لا يجوز الخروج عنهم، وحتى مناصحتهم ما لازمش تكون في العلن، تكون في السر توشوش له هكا تقول له كلمه اذا قلت له زاد. وهذه كلها فتاوى دجل ديني، واقولها صراحه دجل ديني كما ثم الدجل السياسي ثم الدجل الديني، نحن ضده. سيد راشد الغنوشي من الاول مره قال راني ضد الخلافه نظام الخلافه، وبعد قال راني معناتها اذا طلبوا رخصه باش ياخذوها حزب التحرير. السؤال دونك اللي تسالته برشا مرات كيف حزب التحرير ضد الانتخابات ويحب رخصه نتاع حزب؟ علاش؟ قلت لك انا مش ضد الانتخابات بالمفهوم الانتخابات هي ضد الشكل هذا من الانتخابات، ضد اختيار، لكن نحن حزب سياسي موجود في البلاد، نحن احفاد عقبه بن نافع واسد بن فرات وكل المسلمين اللي كانوا في البلاد، واحنا احفاد وانت معنا انت معنا. شنو الكلام هذا؟ اي ما علاش تحكي باسم الكل معناتها؟ لا ما نحن جينا من بلاد هذه وجودنا وجود طبيعي، ما جيناش مصطنعين باش نجي واحنا نطلبوا الاذن ويحطونا في السقيفه واستنى حتى نعمل لك السيونير وبعد نرضى عليك ولا ما نرضاش. ولذلك طلبنا التاشيره هو طلب حق. نحن موجودون بلد اعطينا ضمانات للامه مش الحاكم اننا ما نستعملوش العنف، اثنين ما نرتبطوش بالاجنبي كما الساحه السياسيه تو كلها ارتهانات وارتباطات. هذا يعطينا ضمانات للامه قبل ما نعطيوها لاي زيد ولا عمر، موجودين حقنا باش ناخذ، ولا واحد يمن علينا برخصه ولا تاشيره. مش مزيه معناتها اذا مش مزيه حقنا. السيد رضا بالحاج الناطق الرسمي باسم حزب التحرير نورتنا، شكرا ليك وان شاء الله تونس ديما لاباس. شكرا. ما زلنا معكم في لاباس وان شاء الله تونس ديما لاباس. نستقبلوا الضيف الموالي يستعد برشا عروض المسرحيته جديده باش يظهر زاد في فيلم جديد مع رضا الباهي. نستقبلوا لطفي العبدلي. مرحبا. تفضل سيدي. استقبال حار انتم ما قلتوا لهم ولا ناتوريلمون؟ ناتوريلمون. ميرسي. شويه تحميش شويه من عند ربي. لا سافي بليزير، حتى بالكذب راح يتصفقوا عليه هكا سافي بليزير. ما حلاها لطفي العبدلي. تنقص تصفيق لا يمين. لطفي العبدلي مرحبا بك. تكبير وليت. نجربوها؟ شنو
تكبير. لا في قلوبنا هذيك ان شاء الله مسلمين كنا هكا ولا. لطفي العبدلي كيما ابو مصعب الزرقاوي مولود عام 70، كيما احمد الحفيان ماخذ تاني الدور في ايام خرطاج السينمائيه، كيما هيفا وهبي وين يمشي يعمل البوليميك والمشاكل. راه في راسك ان شاء الله. مرحبا. من اي ناحيه؟ والله انت تختار. لطفي العبدلي نحكيو على السينما. عندك فيلم جديد باش يطلع وعندك فيلم داخل تصور. الفيلم اللي داخل تصوره مع نوري بوزيد ما نموتش ديجاج، والفيلم الجديد مع رضا الباهي. وعندي فيلم فرنساوي يلعب في باريس اسمه لو كوشون دو غازا. شنو يلعب؟ يلعب في الصالات. قولوا يلعب. معناتها انت تلعب في تونس ويلعب في باريس. فوالا. علاش لطفي العبدلي نوري بوزيد معناتها ثالث ولا رابع مره يعيط لك، رضا الباهي يخدم معك يعيط لك، علاش اللي يخدم معك يحب يعاود؟ نجعل لطفي العبدلي نبداو بالسينما شويه قبل ما نتوسعوا لمسرحيتك، خاطر النسخه الثالثه من ميد ان تونيزيا ولا الفيرسيون الثالثه 100% حلال، ولكن قبل فيلم رضا الباهي براندو كيما صورت خاطر برشا يتفاجئوا بعد كي يشوفوا النسخه النهائيه للفيلم، قداش نسبه راضي عليها معناتها؟ 60%. 60 سكي نورم في فيلم. ما نعرفش ما تسميش 60%. لا عمري ما فرحت فيلم. هو 41 تنجم تكون انورم بالمية. 60% فرحان به لانه سينماتوغرافيكمون اليوم الفيلم هذايا يطرح في اسئله ما طرحتش قبل في السينما التونسيه جدد. خرجنا ما كان النومبريليزم نتاع التونسي والعراء ولا لي تابو سكي بيان اوسي، لكن هذا طرح سؤال عالمي اكثر، انه الدور الغرب كي يجيونا لهنا كيفاش ينجموا ينجسوا المقدسات نتاعنا. ما نحكيش كان دينيا، معناتها السينما من غير عقد. السينما من غير عقد. فوالا. باهي سمير، معناتها لطفي العبدلي برشا خليو لك دي ميساج على الميرو نتاعك على الفيسبوك، نحب نقراهم لك بعد اذنك. دخلت الميرو نتاعك حبيت نشوف. سمير الوافي كتب لك على الميرو نتاعك: لطفي غسلت سقايا وما جانيش النوم. يلزمني نجاوبه؟ تعليقك تجاوبه ماذا بينا معناتها. ما نعرفش والله، ما نعرفش نجاوبه. انسان غسل ساقيه وما جانيه ما جاش النوم، معناها ما زالت فما شويه ريحه. هي معناتها تعود الحكايه الفيديوهات الشهيره نتاع اغسل ساقيك ورقد. فهمتك. صافيه الامور تو؟ ما عندي معه حتى مشكله توا، جيست نستنى بخاطر انا بعثت له وقتها قلت له جيبني اما في المباشره، توا ما عملها. الحكايه هي نحبوا نفسروها للناس بصفه عامه، بين معناتها صار كل كلاش بين لي رابور، نقد ونقد متبادل. كلاش لا نقد لا حد شيء. انا تخششت على خاطر في كل ايميسيون كل ما يجيوه فنانين كبار ولا صغار في العمر، مانيش نحكي في التجربه، معناها يحاول ينطح، يحاول يخلق بوليميك ولا ما فماش ما الفنان هذاك يسبني. قلت له كي انت تلوج فيها. هو علاش؟ خاطر انت ما حبيتش تمشي؟ حبيتش نمشي ليميسيون، فما ديميسيون ما نمشي لهمش. واضح. دونك لكن بعد قلت له هاو شرطي الوحيد اني نجي ليميسيون تاعك، اما تعملها مباشر على خاطر باش ما يمنتيش كيما نعرفوا فما مونتاج، نجم انا نقول كلمتين ثلاثه يدخل فيهم بعض ويمشي ينحيهم ويخرج هو بطل. قلت له نعملوها مباشره وقول لي اللي تحب، جو سوي بخي. ما فماش رد من وقتها. توا ما فماش رد. واضح. بلتي يكتب لك على الميرو نتاعك مع الفيسبوك: تبارك الله عليك تنشط وتغني وتمثل، تهاك باسبارتو. وي بوركوا با. باسبارتو معناها تقصد بها الباسبارتو اللي يحكي عليها هو؟ باسبارتو صارت بوليميك، هو اهان المراه، انت ريتو في باسبارتو يا اخي، دفعت عليها ومن وقتها الكلاشات زاد. انا ما يقلقنيش اني اليوم تسبيت على خاطرني دفعت على المراه التونسيه. فهمتني؟ خاطر الغنايه ذيك اللي غاثني انا هي غنايه باهيه تكنيكمون بيان فيت، وقعدت صاحبي راهو صحاب انا حكيت على الغنايه عمري ما سبيت. هما لي رابور ما يتغشوش بيرسونيلمون، وهو الراب معروف على الكلاش. باش تدخل اليوم الموندو نتاع الراب لازمك تكلاشيتو. انا كي كلاشيت الغنايه كلاشيت الفكره انه اليوم الميزوجينيك المراه خاطرها لابسه وحتى الحتى ولا هي بروحها وتخرج وتسهر ولا تقعد ولا الى ايمونسيبي ومراه نتاعنا متفتحه ماهيش فاسده.
فكره انها خاطر هكاكا فاسده وميم طون قلت له انا في الغنيه البنات هذوما اللي تحكيو عليهم فاسدين تي حياتك كل تتمنى تخرجهم وتقابلهم تبدا تستنى كيلو واحد ساعتين تحت الدار باش تنقز لك من الشباك وتخرجها والبورتي بلاش بورتي بلاش بنيه ما تدخلش للديسكوتيك وتبدا هكا انت موار خاطر بعد ذاك بنيه وبعد في الاخر تقول هذيا فاسده مثلا. اي اما هو السيد حمادي الجبالي كتب لك على الميرو نتاعك في الفيسبوك عجبتني مسرحيتك شفتها للمره السادسه. حمادي الجبالي بتاع الخلافه السادسه. انا نحب نقول نقطه بركه تبدلت في بلادنا حتى شيء ما تبدل. تعدينا من عهد الحلاقه الى عهد الخلافه. العربي نصر كتب لك على الميرو نتاعك نتاع الفيسبوك حنبال يحرق الروما انسى نجوم الليل 4. شنو حكايه حنبال يحرق الروما ساعه؟ والله نسيت سير راني نتبول نفدلك قلت شي مي انت قلت حنبال في بلاصه ما يمشي يحاول يغزو روما حقه حرق. اي مش نقصت حنبال نتاع العربي نصر. نجم يكون فهمتش نقصت لا ما نتصورش يقولها وانا نحب نقول حاجه حتى حد ما ينجم الرزق على ربي حتى حد ما ينجم يقطع رزق. هو ما قالهاش باش داكور نصر ديب المختار كتب لك على الميرو نتاعك فرحان اللي عبيد كرتاج نتحداك كان تعبي مهرجان شبده. كان فما بلاصه اسمها شبده في تونس وفيها ناس توانسه يشرفني اني نمشي لهم ونعبي المهرجان نتاعهم. واضح. لطفي العبدلي نحب نلعب معك لعبه، ما الفيلم نتاعك يلعب في باريس. اخي نلعب معاك جاي لهنا تقول نلعب معك لعبه تخدم على روحك تخلص في الملايين وانا جاي نضيع في وقتي باش تلعب معايا. لعبه من القائل، تعرفها ما اسمه الشاعر؟ هذه من القائل. من القاتل خير. برا فازي بيصير شيخ. لطفي العبدلي لا يضحكني وهو ليس كوميديا، من القائل؟ اللي تخلي يتفرج فيا وضحك وخرج. لا نعرف فنان تونسي ما نحبش نحبه برشا ونقدره. دار لي جمال المدني قال. وجاوب صحيح صحيح. يسرني راهو الحمد لله فما حاجه ما تقطعتش في البلاد السبابه. الحمد لله الحمد لله. لطفي العبدلي سوفاج، من القائل؟ هذا اللي قالها ما يلزمش يكون راجل مراه معناها. والله المراه خاطر المراه نسمع لها تقول يو انت سوفاج مي جادوغ مثلا. راجل يقول على راجل سوفاج يكرهوا. هذه مرة أخرى ياخذها في بلاصة أو ماي جاد وأنت سوفاج هذيك في نفس الوضعية. هذه اللي قالها المخرج تاع مسرحيتك شادلي العرفاوي ويقصد بها فنيا معناتها. فهمت. ليه فهمت كادو المخرج المسرحي. سامحني يا شادلي ما نقصدش الشر. شكون اللي من القائل؟ شهرة لطفي العبدلي هي شهرة فارغة مثل شهرة رجل أكل 50 بيضة أو رجل طوله 3 أمتار ويعديوها في الأخبار. هذه اللي قالها تلمو طويلة طاهر لي بطال ما عنده ما يعمل. باش يقول جملة كاية في حقي أنا وهو مش عاجبه أنا نسيت ما عنده ما يعمل. هذه قالها سمير الوافي. عرفته. من القائل كان جيت في تونس راهو لطفي كور بيا. قاد قالها وربي يسامحه جلطم ياسر وربي يسامحه. يزو يثبت قاد ساعات. لا مش يزو يثبت قاد ذامر في فرنسا وذامر للتوانسه اللي يحبوا قاد هنا فرانكوفون. ما ننساوش مع 80% بلادنا تذوي برشا على البراني. معناها هو يجي يقول اشتر كلمه واضح ليه قاعد يا ربي يقتل 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 وانت تقول نفس سكتش ولا خير ما انت مبلد وممستي كيكي نحن كيكي مثلا نحكي لك. صحيح سا با دير راهو قاد سي ان غروند ريفيرونس. راهو انا كي قلت نكور بقاد زاد راني نستنى حبيت وقتها بصراحه حبيت نقلب الدنيا معناها شويه. قلت باش نقعد نخسر مثلا في 10 ملايين افيشات ونلحلح بالتلفز وبالراديوات عديوني قبل ما نعمل المسرحيه نتاعي. قلت يا شكون يحبوا توانسه قاد اي خلينا نسب قاد هكا نقول لهم نكور بيه وسجدت عليهم تكور بقاد يا تقلبت الفيسبوك راه. من القائل لطفي العبدلي ربي ينجحه ويوفقه؟ امي
واضح برافو. لليوم امي تقول لي ربي يرجحك ورسموها الحمد لله ربي يرضى تدعي لك بالخير. والله ما نعرفش والا اي وحده دعت لك الخير نحسبها كيف امي. تو سامبلومون على خاطر محلاها عبد انه يدعي لك بالخير وما عندوش معاك حسابات غالطه. قبل ما نحكيو على ميد ان تونيزيان 100% حلال، قلت لطفي العدلي اللي انت باش تعمل نسخه فرنسيه وقاعده تخدم فيها، وين وصلت الحكايه ولا بطلت ولا؟ لا ما بطلتش. السوف يتباع برزانه ولن الفرنسي مش لغتي دونك نهز ياسر ونصبت فيه دونك يلزمني نتعلم. اي حقا كل غلطه اللي عملتها هي غلطه، انت نشطت مليحه، ما عملت غلطه برك واللي دارت في الفيسبوك على غلطه بالفرنسيه. هل فكرت وقتها في الاعتزال او في الانتحار؟ اعتزال شنو؟ الفن بعد ما فرنسيس يغلطوا بالفرنسي. ساركوزي يهز ويثبت بعد ساعات بالفرنسي. انت كان غلط. والله معروفه الحكايه. شوف ساعه اولا ماهيش غلطه. انا قال لي واحد شوف من المقربين منك انه ساركوزي كي يبدا يخطب بنتي ورقه وستيل وتصلح له. لا باهي تعمل حاجه باهيه نقول باهيه عجبتني. شوف هذيك بعد ربع ساعه حاجه هذيك وقت خرجت لابتيت فيديو. انا وقت خدمت مع اسمه فرانسوا بويون ولا بويي خاطر عندنا الاخر بويي قلت له شوف انا je vais faire semblant de me tromper en disant il a été arrêté dans les geôles du ministère de la culture. وانت تقول لي راك غلطت باش نقول لك راهو c'est le ministère de l'intérieur mais avant on faisait pas la différence. référence à le ministère de la culture نتاعنا كان قبل اكثر من مركز الشرطه مراقبه سونسور. une blague comme ça جاو قصوا وخذاو اللي حاجتهم به. بويسك العباد ما تفرجتش برشا شي يخرج توا واحد كي يغلط في اللو ولا في الجرامير ولا في النطق اما ما يغلطش انه على مينيستير دو لانتيريور يقول مينيستير دو لا كولتور. سوبوزون انا غلطت بالفرنسي وياسر نغفص وما نعرفش هويتي هذيك انا تونسي. اولا نقعد باهت في التوانسه اليوم واحد يغلط بالفرنسي يفضحوه ويولي فضيحه في البلاد وما عادش تكلموا الو ميمي اسمع في بالك الكول يو دو دير لا فينيتر قال لو فينيتر انفريكونتابل. وكي تغلط بالعربي لغتنا هويتنا ما يتكلم حد هز واثبت بالعربيه ولا بالعربي. ريتشي واحد قال واحد وريتشي اون بلوس فرنساوي. شو الكومبلكس نتاعنا مازلنا مستعمرين في مخاخنا. الكومبلكس نتاعنا اليوم ريتشي فرنساوي في باريس قال فرانسوا فرانسوا فريمون tu es merde tu t'es trompé en parlant l'arabe tu nous as foutu la honte. ما صارتش. معناها هما يتصرفوا بلغتهم ونحن نتصرفوا بلغتهم ما نتصرفوش بلغتنا. إلي طون اون بلوس نقول لك حاجه معناتها حبيت تعمل بوز دارت عليك. سي نورمال جاكسبت ما قلقتنيش بالعكس سي ان بوز منا ولا منا سي ان بوز نحكيو بلغه البوز منا ولا منا سي ان بوز من الظهر جاك. انا متاكد اللي انت ماكش ضعيف في الفرنسيه. انا نعرف اللي الاعلام ظلمك. انت ضعيف في الايقاظ العلمي لطفي. هذه باش تخلص عليها مش باش نخلص عليها. انا عندي ليك اختبار صغير نتاع ايقاظ علمي سنه سادسه ابتدائي. تعرفش معناتها سنه سادسه ابتدائي معناتها كان تغلط ساعة انا في القرايه باش ما عادش يعايروني الجمله. لا خلينا نستعرف قدام الشعب التونسي الكل ما قريتش لا بالعربي لا بالفرنسي. انا بابا مشي اكثر مني للمكتب. بابا مشي اكثر مني تلمون انفيتي. بابا نهار قال لي نعم بولدي كيك كرتبه نقعد نقرا انا فتيت منه. وصفقوا جو حاجه. جو سوي اوتوديداكت وما قريتش ومسلكها الحمد لله. ابكي على اللي قرا وما عمل شيء. استنى معناتها انا رو وما حل اما ما يكون لكمش معناتها لا اقراوا على روحكم ما لازمش نكون انا اما ليه انا باش ناخذ لك الايقاظ العلمي سادسه ابتدائي لطفي. توا تحب تضر واحد تقول له اقرا على روحك. يقرا مسكين يقعد يستنى في الدبلومات نتاعو. في صفحه 126 من كتاب الايقاظ العلمي للسنه السادسه اساسي. كانت جدة أحمد هذيك كليت فيها تريحة ما نفكر ما حضرتش نهار كانت جدة أحمد مش نجيب الشابي. كانت جدة أحمد تثبت أزرار ميدعة آمنة وفجأة سقطت الإبرة من يدها فبحثت عنها لكن دون جدوى. فأقبل أحمد بسرعة تمكن من العثور عليها. ترى كيف تمكن أحمد من العثور عليها رغم سقوطها بين ثنايا الميدعة؟ تجاوب. شوف سنة سادسة أساسي شقرا. توا أنا ما قريتش ممكن نهز ونصبت وأنت خويا. عاملين لك ايميسيون وضوء وفلوس وملياردوات باش تحكي لي حكاية هكا.
يا نوف نعتبره تهرب من الجواب. كيفاش احمد لقى الابره اللي طاحت من الميدعه متاع جده احمد اللي هي باش الميدعه متاع امه. وراس بابا عائله كامله توا بتاع احمد قال شادين وضرب كيفاش لقيت الابره. يا ولدي فهمنا كيفاش لقيت الابره. حسب وتوا لا حب يقول احمد بالله العظيم قال تقتلوني ما نقول لكمش كيفاش لقيت الابره. ما هو خاطر ما عادش يضربوا تو. باهي في صفحه القاها بالمغناطيس حسب الكتابه يكذبوا عليك اشاعات. في صفحه اشاعات لرشيدي قالت هذه اشاعات. في صفحه 111 من كتاب الإيقاظ العلمي سنه سادسه اساسي. ما هي سعدي لي ميسيون هكا. لا اخر سؤال. ما هي الدعسوقه؟ هذه حاشاك تجي في ذر البغبش. هما يسميوها الفغفش. الدعسوقه هذيك. صحيح جاوبوا صحيح تصفيق. الدعسوقة هي بالعربي كوكسينيل. كوكسينيل امي سيسي؟ اي يقولوا امي سيسي. امي سيسي واضح. باهي 100% حلال 100% حلال. علاش سميتها هكا؟ قلت التونسي ولا يقلب اللحيه ما عادش يقلب الفيستا. علاش سميتها هكا النسخه الثالثه من المسرحيه؟ باهي تو سامبلومون اليوم عملوا لنا فخ طحنا فيه 99% من التوانسه. رجعنا 99%. كيفاش هما باش يلعبوا اللي يحبوا. كل مره يخرجوا لنا كلمه، مره يقولوا لنا خلافه، مره يقولوا خمار، مره يقولوا يلعبوا في لعبه سياسيه. ونحن في بيسك في ادوليسونس ايديولوجيك مع بعضنا وخايفين هكا، وانت كافر وانت مسلم وانت فاسد وانت كلب، ندخلوا يخليونا نعاودوا نتحاربوا خلافه نخوذوا نحن في الواحد وهما يلعبوا. دونك نحن اليوم تونس كلها ولات بتيت غير ايديولوجيك نتاع انت كافر وانت مسلم وانت لايك وانت درا شنو، ونسينا لو بلوز امبورتون. دونك هذاك علاش سميتها ميدان تونيزيا، لان اليوم تنسيت الخلاف 100% حلال تقصد 100% حلال. تنسيت المشاكل الحقيقيه نتاع العباد. الناس ما زالت بطاله، الناس ما زالت مرضى، الناس ما زالت ما عندهاش ضوء، الناس ما عندهاش ماء، وقرى ما زالت مساكن ما عندهمش حتى تكنولوجي، ما عندهم حتى شيء، والناس قاعده بطاله. فما ناس ما زالوا ما خذاوش حقهم والناس مظلومين، ويخليونا لاهين في انت كلب، انت فاسد، انت هامل، انت كيف. هو بالعاني راه ينجم ما يخليكش لاهي. وليو دو باسي على ليسونسيال اون غاني دو تون. هذاك هو انا سكي مانتيريس في مجتمع اليوم، خاطر خدمتي كلها على السوسيال. نعطيك حاجه، تو الموند اون بلوس لا يمات لا مود. شنيا في تونس لا يمات لا مود الدين، الايديولوجي والدين. كل الناس كل تحكي على الدين اليوم. والعباد بيسك سي لا مود اللي تولد له وليد اليوم اللي يسمي ولده شمس الدين، واللي يسمي ولده نجم الدين، ويسمي سيف الدين. حتى لي بورجوا قال لك عادش بيه، نحن ونيدي بورجوا مي ونيدي ميزلمون. واحده سمت بنتها نادين. في مسرحيه خالي سمى ولده قاعدين بطال. مسرحيه 100% حلال. دونك برشا حاجات باش تتبدل. هل في مسرحيه 100% حلال عفيش من غير تصويره لانه تجسيد حرام؟ والله من غير تصوير عملت قسما عظما. ونساء وحدهم في المسرحيه ذي ورجال وحد، ونساء فيبرور يضحكوا خاطر صوت حرام عوره. نحب نحكيو بالرسمي، صوت المراه عوره. هل في 100% حلال المقطع نتاع البواطه ونتاع البنات ونتاع سترينجات الكل يتنحاو ما عادش فما بورتيي في البواطه. معناتها ما عادش عندي بواطه حلال، لا عاد فيها سترينج، لا عاد فيها فودكا، لا عاد فيها بورتيي. فما راجل كبير باللحيه واقف هكا، انت داخل في يده سبحه يحسب قداش من واحد دخل. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. تتعدى طفله مزيانه يقول لها لا اله الا الله سبحان ربي شخلق. انا نحب ننصح المتفرجين. راهو مسرحيه لطفي العبدلي معناتها انا نقوم بدور منظم دفاع عن المستهلك. نعطيكم رقم اخضر كان تحبوا راهو كي تنحيوا منها البواتات والسترينجات والبنات يقعد فيها درج الدخله والخرج. اللي يحب يمشي يتفرج في طرف. زيدك حاجه بلادنا تنحي منها البواتات والسترينجات وشنو اخر قلت؟ توسكي نتاع زوفره يقعدوا ثلاثه من الناس هكا. علاش؟ سميهم لي ترى. علاش على سميهم لي يعرفوا رواح. وك اللغه المضروبه. لا باش نقول لك
نحن علاقتنا التوانسه اليوم مع الدين، ولا بالحق التونسي ما يحبش في دينه، كنا مسلمين وكنا كي نسمع واحد يسب ديننا ولا حتى براني نتنرفزوا، لكن علاقه التونسي مع الدين اليوم كما مع الرادار بالضبط. والله يريت يوصل الرادار ينقص، يفوت الرادار يعطيها على الاخر، يوصل نهار الجمعه ينقص التونسي، نهار السبت يعطيها سيء. هل مسرحية 100% حلال في المسرح الرجال وحدهم والنساء وحدهم؟ مثلوا منيش نعطي فيك في المجتمع نتاعي، هذيك هي. قريت في منهم واحد والله بسمعها فما في شان تونسيه انهم صوروا تصويره المولى عز وجل، قام يكفر ما عجبتوش. والله ترجى شبابي قدامي سمعنا في القهوه نحكي وقام يكفر، قال لي سب المولى معنا. قلت له عليه، قال لي ما عندهمش الحق مسلمين رانا. نرجعوا ل 100% حلال، هل باش يكون لون التساكر زرقاء؟ لا كحل. هل الدخله ما عادش تطيح دعاء؟ دعاء ولا مثلا تعمل عمل غير سيء تجي. ايش معناتها؟ تعمل مثلا ذاري ما يعرفش معناه عمل غير سيء، يعمل كيف الاعمال السيئه. لطفي العبدلي، باش نسألك على شخصيتك وانت تجاوبني، شنو اللي يجمع بينك وبين فيلم بيرسيبوليس؟ الزوز شويه لسكرت وشين نسمه. انا هما بتجسيد المولى وانت بالسكتش نتاع سترينج. والله رجعتني في السكتش تاع سترينج. أي. انا راني حتى في النوفيل فيرسيون خليته على خاطر هو يهزني السكتش اخر. انا فما حاجه ما عرفوهاش العباد، لاني وقت عديت في نسمه وعملت سكتش تاع سترينج ما تثبتش كان في تونس، ساعه الجرائد تاع تونس الكل فتقوني من بعد. لي جروب، فما اقل جروب فيه 19000 في تونس، كافر فاسد هامل درا شنو على سترينجا. ومن بعد في الجزائر زاد تفرجوا، خرجت مظاهره في الجزائر قالوا لك اطلع الزبل الراس يا صاحبي تقول سترينجا. واش راك؟ شنقوا سترينج في الجزائر. ما خلطوش عليك ما. في ليبيا بركه راهو ما تقلقوش، تفرجوا وقعدوا يتفاضحوا. لا ما نظلموهمش اخواتنا، مش ما يعرفوش، يعرفوه اما يستعملوه التريبولات. حاجه عجبتني توا نحن راهو بارابور للشعوب المتفتحه رانا متسكرين شويه، رانا التوانسه راهو عندنا نتاع كل اللي يحكي معاك ومن بعد يقتلك. في ليبيا بالعكس يقتلك ومن بعد يحكي معاك. والله راهو مع احترامي قتلوا القذافي، قتلوه ومن بعد يحكيوا معاه، خارك منه ثوار تو. قول فاسد منه شرزان. خذ لي صورة مع القذافي خذ. لطفي العبدلي، شنو اللي يجمع بينك وبين النهضة؟ أبار الأحياء. اللي يجمع بيني وبين النهضة ان انا نجو بوكو درول وهما يلعبوا بوكو درول. حلو التفسير، اما زوز تعبيو في المسارح. جوز نعبيو في المسارح وجوز نقلبوا كل معناها كل ما انا كل درس بربع ساعه في المسرحيه نتاعي نبدل الشخصيه. وهما كيكا كل مره يحكيوا لك حكايه. تلوجوا على البوز زوز. لا تو انا راهو برشا يقولوا خاطر خلينا نوضحوا حكايه النهضه. انا راهو كي نحكي اليوم عن النهضه ما نحكيش عليها كحزب ديني، نحكي عليها كحزب سياسي. بالنسبه لي انا ما تمثلش الدين، ولو انهم انا عرضني واحد سكران قال لي برجوليه، قالوا لنا مش يمنعوا علينا البيرة، ومش باش يمنعوا علينا القمار، ومش باش يمنعوا علينا السياحه، ومش باش نمشوا نسيا، علاش يكسرونا في البطاطا اخويا؟ نحكي عليهم كما نحكي على الاحزاب الكل، ما عنديش مشكله. انا معناها اليوم هما شدوا الحكم، حط حاجه في بالك، عمري ما حبيت نحكي عليهم ولا نعمل عليهم فازه ولا نمسهم وهما في انتخابات. وعمري ما حبيت نمشي مع حتى حزب تونسي عيطولي باش نمشي زعما نعطي تصويرتي ونعمل بوبليك هكايا وتجيني قبه، حتى حزب ما عملت مع حتى حزب.
وما عمري ما حبيت نعطي الكلات لحتى حزب خاطر سيون كور دون فراجيليتي. توا شدوا الحكم هما والاحزاب الكل، انا واحد من الناس نتكي الاحزاب الكل. هو اللي لاحظوها الناس لطفي انه انت كان سبيت النهضه راهم جابوا اكثر كراسي في الانتخابات، معناتها على قد ما يسبوها الناس ما نعرفش انا ما نسبهاش ينقدوها بعنف شديد. ما عندي ما نسبها انا، ما زلت عملت للباهي للخايب، لكن تحكي على ظواهر، نحكي على ظواهر، نحكي علاقة التونسي معاها، كيفاش هما بعد ساعات يقولوا كلمة ويغلطوا ويقولوا خلاف ومن بعد تقول لا راهو خلاف درا شنو ما نقصدوش الخلاف هذيك. سي اون مالادريس بوليتيك مازالوا ما يعرفوش الكومونيك كيلكو بار. حتى واحد اليوم من الأحزاب كيما التونسي يقول لك منين تعرف السياسة، حتى حد ما يعرف السياسة، حتى السياسيين اللي قاعد يعملوا في السياسة اليوم ما يعرفوهاش، الناس الكل قاعدين يتعلموا في روس اليتامى، الناس الكل نحن مسمى البروبليم، نحن اليتامى لا غالب قاعدين يتعلموا في روسنا عندهم ما يتعلموا. باش نقولوا لهم تسلفوا يتامى من ليبيا احنا لا غالب باش نعملوا. شنو اللي يجمع لطفي العبدلي بينك وبين سوقير؟ شكون سوقير؟ سامدي كلكو شوز. كلي فيديو نجم الفيسبوك سوقير، نجم الفيسبوك اللي ديما هز سلاح. نو كومنت. زوز فيديوهاتكم ضاربه على الفيسبوك بالحق. سي بيان. شنو اللي يجمع بينك وبين احمد نجيب الشابي؟ ما نعرفش. زوز تاكلوا في السبان. ناكلوا فيه معناها؟ على الفيسبوك. صحن سبان براس العزوزه؟ لا هو توا بنحكيو على السبانه بالرجوليه في التربيه نتاعنا وفي البسيكولوجي نتاع التونسي. كي يحبك ديجا عمره ما نجم يقول لك نحبك هكاهو، يقول لك ينام بوك محلاك. التونسي كان ما يطيحلكش قدرك ما هو صاحبك، ديجا يقول له فلان صاحبك انت مطيحين القدر هذاك انا وياه. امبوسيبل ما تسبش في تونس، اذا ما تسبيتش معناها ما تعني حتى شيء انت للشعب التونسي. راهو انا اش معناها باهي فهمني خاطر نقعد نعاود فيها بس يعني اكزامبل. اش معناها في اقوى فتره نتسب ولوندوما نلقى 11000 في المسرح و3000 البرا يستنى. اش معناها اذا تسبيت هكا؟ وفما شكون يدخل والله يدخل معناتها اذا في التلفزه راه في التلفزه بس ساعات تتفرج في ليزانترفيو والله سام في بليزير يقول يا ولدي ما نحملوش بليد هذا اما داخل نتفرج فيه. تونسي اذا حبك عمره ما يقولها لك طول. هو تعرف شو يعمل في البسيكولوجي نتاعنا. انت بيبي انت تبدا هكا سبونتانيمون عجبك عبد خاطرك ملي صغير تختار عبد نفسه طيبه حتى خالك ولا عمك يختاروه يقول لك تحبه وانت تعمل انت هكا ها يقول لك مالك قل عمي ينام بوك قل عمي ينام بوك انقم له عين وامزق على عمي. معناتها التيوري العبدلي التيوري لطفي اليوم اذا نستنتجها من كلامك لطفي باش تكون ناجح كيما لطفي لازم تكون ما تقراش وبليد. اما متثقف خاطر الثقافه اليوم ماهيش ما لازمك تقرا في المكتب يعلموك. ثقافه تنجم تمشي وحدك اليوم، فما ثقافه اجتماعيه ومن بعد تنجم انت حتى حد ما يمنعك انك تشري كتب تاع لي غران زيكريفان ولا الناس اللي تعمل مسرح. فما ثقافه برشا الناس مثقفين ما يعرفش يقول حتى 4 كلمات، ما يعرفش يختزل افكاره والا الى اوكين بيرسوناليتي. نجم يقول لك قال افلاطون ولا دابري لو بويت فلاني ولا دابري، مي هو تقول له انت اعطيني تون اكسبيريونس ريال دو لا في، اش تعرف اش تقول ما يقولكش. والفنان ماهوش مطالب عنده الثقافه العلميه والادبيه هذيك سي ان باك جراوند وما يلزموش يوريها. المطالب انه عنده ثقافه المجتمع وعنده احساس. صحيح ليكول دو لا في. انا مره متعدي في شارع باريس نلقى صاحبي يشرب في كعبه بيره قلت له اش تعمل؟ قال لي نتثقف. باوي تعرف اللي خرجت يقول لطفي العبدلي اللي عنده ميك فينيزيا خبره مع اولاد الحومه وكذا صبهم في مسرحيه ما ينجمش يعمل الثانيه. وقتاش لطفي باش يعمل مسرحيه الثانيه؟ يبقى انا قاعد نقول لك هذيا باش ما نقولكش الثالثه هذه الثانيه اللي جاوا تفرجوا في اندونيسيا ميدان تونيزيا. كل كليو خلينا نكمل 3 4 وما يتبدلوش برشا. يا خويا مادام ناجحه والامور العباد تجي شيخه تفرهد علاش تحبني؟ فما شكون شد مسرحيه 7 سنين قعدت فيها انا ديجا في المسرحيه الاولى ونعمل في اجتهاد ونعمل دي نوفيل فيرسيون اشاك فوا باش كي يرجع الببليك يلقى حاجات جدد ويلقى. وانا بيدي كنت نجم نخليهم هذوكم ونكتبهم ونقول اي عندي مسرحيه اخرى ونجم نردها مثلا جينا ولا مشينا ولا ان شاء الله لاباس ولا جي فوتي ولا حاجه
وقال شنو لطفي العبدلي عمل المسرحيه. ما ما نحبش نخدع الشعب. اليوم قاعد نخدم انا عامل كيف النجم، راهو ما نعملش مسرحيه اخرى من بعد ميدان تونيزي. مانيش مطالب اني نعمل وان مان شو اخر. انا نعمل في السينما ونعمل في الدانس ونعمل في المسرح ونعمل في برشا حاجات اخرين. مانيش معناها قاعد نبحث على نعمل في المشاكل ونعمل في المشاكل. بيان سور اخي شنيا خدمتي هو راهو لار خدمه الفن انك اليوم تطرح اسئله وانهم يقلقوا. كنت النجم زاده جو برون هكا من نوع اخر كما برشا فنانين محلاهم، نجي ديما محلاني وكلمه طيبه ومحلاها تونس ومحلاهم الناس الكل وحتى حد ما يسبني روا. انا قلت اليوم قلت اليوم باش نقول حقائق معينين. كنت سبيت كنت حبيت ماهيش مشكلتي، خاطرني سي لو رول دو لارتيست. انا ارتيست قبل من انه يا ناس حبوني. اللي يقلق واضح. دونك ميدان تونيزيا 100% حلال 26 نوفمبر 2 ديسمبر مسرح بلدي في صفاقس، 3 ديسمبر 24 ديسمبر كوليزي، 10 ديسمبر المسرح البلدي، ابار العروض اللي يجيو في الابان. لطفي حلوه في الابان. لطفي العبدلي شكرا ليك، نورتنا اليوم في لاباس، يعطيك صحه. تصفيقه قويه على لطفي. ولي أحلى بونيسات. كل ما تتكلم ب4 دينارات اتصالات تونس تزيدك اوتوماتيكمون دينار بلاش في تليفونك. مازلنا معكم في لاباس وتونس ديما لاباس. فرحانين انا باش نستقبلوا توا النجم التونسي لطفي بوشناق. نوفل يا غالي. مرحبا بك يا عزيز. نحوالك. تفضل. منورنا سي لطفي. ربي ينورك. اما هكا القاعده تقول لي معوجه شويه. بلي تقوم شويه، تقوم شويه سي لطفي، خاطر انت فنان كبير ويسمنا نعملوا لك شويه. يلا صباح هكا. مرحبا. خير شويه. سيد المخرج صيح عليا في الوريات مي سي با غراف. قبل كل شيء الجمهور يحب يسالك. الحمد لله الشده في الله. سي لطفي بوشناق، انت كيما صادق شورو من مواليد 58 54 انت كيما جاكي شان سفير النوايا الحسنه في الامم المتحده ان شاء الله يا رب. وانت كيما خميس الترنان من ابناء الرشيديه وهو كذلك ولي الشرف. مرحبا بكم، منورنا اليوم. بعد فترة تأمل صغرونا هكا ولا ترهويجة رجعت لنشاطك تبارك الله، حفلات تكريم في مصر في تونس في الحمامات، أغاني على الثورة التونسية، أغاني على ليبيا على سوريا. معناتها لطفي نجم نقولوا توا في أحسن حالاته. كنت كذلك ولا زلت وسأظل وأسأل الله الصحة والعافية، ودائما أقول أنه الفنان لابد أن يكون شاهدا على عصره وعلى الحقبة الزمنية التي يعيشها بكل تطوراتها بكل أحداثها، بأحلام شعبه بفرح شعبه بغضب شعبه بمواقف شعبه، جزء من هذا الشعب. صحيح الفنان يجب أن يكون شاهدا حتى وإن ترهوج قليلا يعني. لا بأس. احنا إن شاء الله ثابتين والسقيم ثابته ان شاء الله. الحمد لله. الموقف الفناني باش نحكي لك الاكتواليتي الاخرانيه من نتائج الانتخابات مقسومه، فما اللي يقول لك متشائم، فما يقول لك انا متفائل وما عنديش علاش خايف. لطفي بوشناق متشائم متفائل ام متشائل؟ ما نتصورش فما تونسي في البلاد هذه يحب الشر لبلاده، واللي نجحوا الكل في الانتخابات بكل حريه وبكل ديمقراطيه. ادعو لهم أن يوفقهم الله في خدمة هذا البلد، ونقول ربي حاسبهم إذا كان يخدموا ضد البلاد هذه ولا عندهم خلفيات يسبقوها يسبقوا مصالحهم على مصالح البلاد ومصالح هذا الشعب اللي يستحق كل تقدير ويستحق كل تحية. أي هو معناتها كلامك حلو برشا، أما كي تلخصوا لي الكل في غناية ايش نجم تقول؟ تونسي وتعرفني، تونسي وتعرفني وفرحان ويشرفني ونعيش لين نموت، نعشق ترابها موت وترابها يلحفني، يوم الأجل يخطفني وفرحان ويشرفني، ومهما كبرت وصرت ومهما علا شاني وسفرت وتغربت وسكنت غير أوطاني، دمي يسقي ترابها وحبة في سنابل غابها
بقيه نسيتوا تسمعوا في الغنايه. مش مشكل. ان توكا نحب نقول لكم راهو العود ماهوش ديكور باش يعزف به لطفي بوشناق بعد شويه. انت تبارك الله ريبرتوار نتاع اغانيك كبير برشا مما يرضي الجميع. مثلا النهضه تنجم تغني لهم لموني اللي غاروا مني، العريضه الشعبيه تغني لهم سينما حبك انت سينما، المؤتمر من اجل الجمهوريه تغني له غالبك غالبك، حزب العمال الناس اللي تعاني ونسيتهم الاغاني هذه غنايه ليهم. هذا شيء فرحني بصراحه. حزب التكتل نسايا نحبك وانت نسايا. حزب افاق يا مزيانه وردة خدك يا مزيانه. صحيح. حزب كمال مرجان ريتك ما نعرف وين، دراوين ريناه قبل ما نعرفوش وين. الكل في الكل معناتها نحبك تشد العود عاده معايا خاطر انا الكلهم هذوما اولاد بلادي، والكلهم جزء من هذا الوطن، والكلهم يلزمهم يشاركوا في بناء تونس، والكلهم بكل الحب وبكل الصدق وبكل الضمير اللي تتطلب هذه الحقبه الزمنيه التاريخيه في تاريخ بلادنا. ادعو لهم النجاح وانهم يضعوا الايدي في الايدي، حتى اللي نجح واللي ما نجحش، مش خاطر ما نجحش يولي عقبه امام اللي نجح بدعوى انه ما يستحقش. لا، ما دام نجح نعطيوه الفرصه، والناس الكل يد واحده لبناء تونس الجديده وتونس المستقبل، تونس الحريه والكرامه وتونس العداله وتونس الديمقراطيه. واضح. سي لطفي تقول انت الموسيقى والاحزاب ما يركبوش. لا حاشا حاشا لله. الموسيقى لا السياسه معناها الموسيقى والفن حاجه اخرى، حاجه ما عندهمش مصالح. انت كفنان قلت ما انتخبت حتى حد. لا انتخبت. كيفاش ما انتخبت؟ طبيعه الحال. كيفاش ما انتخبت؟ صبعك ازرق. بطبيعه الحال. تحب الفنان، قريت لك حوار قلت نحب فنان يقعد محايد. لا انتخبت. كيفاش فتره كيما هذه رأيي لازم يكون عندي رأي، وهذه أول فرصة تجيني باش نقول رأيي لازمني نقوله. كي سألوك حزبك شكون قلت لهم حزب النحلة نحل. أي لا هذيك الفدلكة وبرا، ما عندي اخترت الحزب والحزب ما نعلنش عليه باش ما يكونش عندي التأثير، وما مع ضميري كنت صادق. واضح. أنت ما قلت حزب نحل أنا حبيت هكا نسنس نحب نعرف شنو هي حزب سي لطفي بوشناق. قعدت نحل باش نعمل كيما يعملوا البوليسيه ان بورتري روبو واحد يعمل عمله ويهرب. مملكه النحل منضبطه برشا وخدامه، دونك الحزب هذا اللي يحبوا لطفي بوشناق منضبط. النحله لسانها قصير علميا معناتها مثبت، معناتها الحزب اللي يحبوا لطفي بوشناق ما يحكيش برشا. النحله تعطيك العسل وتنجم تلسعك، معناتها الحزب هذا عنده ازدواجية خطاب يظهر لي معناتها. لا تلسعك وقت اللي باش تعتدي عليها وتعتدي على ترابها وعلى حرمتها وعلى المنطقة نتاعها الآمنة. الحدود الدولية. سورة النحل دونك الحزب هذا يظهر عنده مرجعية معناتها دينية معناتها. يا خويا هي معجزة لكن ثبت مليح. مملكة العسل معجزة لتوا الناس ما يعرفوش أسرارها معناتها في الانضباط، وكل واحد يعرف خدمته وش اسمه التضحية من أجل يعني شو اسمه الانتحاريين. يعني وقت اللي النحلة تلسع حبل تموت، تطيح الشوكة نتاعها تموت، تعرف روحها باش تموت وتمشي. كي نحلة تلسع حد تموت ولا كي الذكر يتزاوج فوالا معناتها مستعدين يموتوا من أجل قضية ولا؟ أكيد. دونك خذيت فكرة على الحزب نتاعك. لا معناتها على حكاية ما فما حدود عاد. ما تبداش انت تدور في الشارع ونحلة تلسعك، لا ما كي تمشي لها باش تفك لها نتاعها ولا باش تعتدي على البيت نتاعها والمملكة نتاعها ما تدافع. ما دام نحكيو على العسل، هو العسل بالسياسة كي نخلطوه يجي مزيان. هل تحس انه كثر من الاحزاب تمصات ساعات؟ شوف أنا ما ضد الفكرة هذه. بلاد عندها مئات السنين ما عرفتش حرية وما عرفتش ديمقراطية وما عرفتش تعدد أحزاب، والفرصة هذه جات. الناس الكل خلي تعبر على تعبر على أرواحها
وتاخذ حقها، ولكن في الاخر اللي ما يصح الا الصحيح، ما يقعد كان الصحيح. اذا كان حزب هكاك وبرا ما قالوا باش يمشي، واذا كان حزب صحيح وعنده ناس تمن به وعنده سياسه وعنده ايديولوجيه واستراتيجيه، اكيد انه باش يلقى النجاح. فرصه للناس الكل، باش ما عادش يقول هاك ما عطيتنيش فرصه. تفضل يا خويا واعطينا اللي يخدم برشا البلاد. الناس يقولوا انه ما تبدل حد شيء، قاعدين في العسل. هل المسؤولين يلزمهم يعرفوا اللي اذا الشعب عسل ما تلحسوش الكل معناتها؟ خويا العزيز، هذا كل الاسماء هذه انت سيدي على راسي نوف الغالي، اما يلزمنا نتعداو اللغه هذه خاطر في الظروف هذه حسب رايي البسيط. مرحله انتقاليه صعبه جدا جدا. والناس كيف قلت مش مستانسه بالكلام واحد وترشق. خليه يتكلم وفتره صعبه كل حزب باش يخدم، والاحزاب اللي شدت البلاد في بعد الثوره هذه وبعد هالانتفاضه هذه الشعبيه وبعد الكبت اللي عاشوه قلت لك سنين، وجات فرصه كيما هكا يظهر لي معناتها نحطوا اليدين في اليد ونخدموا مع بعضنا مهم جدا جدا. باهي، عندك اغنيه تحكي على وضعيه حلوه برشا نعيشوا فيها تو، اللي هي تقسيم الحكومه على الكراسي. اي الكراسي. اي نحب تسمعنا اكستري خاطرها تعبر برشا على العرك من اجل الكراسي. ان شاء الله يا رب. قاعد تتبع بالطبيعه اللي صاير معناتها، هذا الداخليه هذا الدفاع هذا كذا بطبيعه الحال. ابني سألني يا أبي أسمع كلام عن السياسة وما دريت معنى السياسة يا أبي. قالوا نظام، قالوا عالم فيه أضواء وظلام، واختلط في فكري وذهني الكلام. يا أبي خبرني، يا أبي خبرني، يا أبي خبرني شو معنى السياسة. السياسة يا بني في عالم الأنوار حرية وأمل، والسياسة تعرف تكون وطن وتعلم الناس العمل، وتفتح أبواب التحاور بين أوجاع المواطن والرئاسة. والسياسة يا بني في أرضنا لعب وكياسة، كنز محروس ومحرم في قصر مولانا المعظم، والمسجل والمدجج بالحراسة. والسياسة انت ظل وزان شعبك، تسقي ناسك سم كاسك مر رعبك، وحتى لو زال الوطن ما يهم اوراق لعبك. المهم تظل الكراسي، والكراسي يا بني فوطان لعنة بغير قيمة وغير معنى. فرعنة فرعون وكفر نمرود والظلم التعيس، والسياسة يجوع شعب يزول من أجل الرئيس. والحكمنا كان طاغي عقل مفكوك البراغي، وما يهمه في المظالم والمآسي. يا بني منحت عمري وفات عمري وشاب راسي، واهل الكراسي على الكراسي بلا عقول ولا فراسة، يدعوا فهم السياسة. يا أهل السياسة اليوم ثورة شعبنا قالت كلام عن السياسة، قالت إن الظلم غادر، وإن صوت الشعب هادر، وإن رب الكون قادر
يمحق أصحاب الكراسي والكراسي وكل سياسي إن كان يفهم. خلي كرسي الحكم واجلس مثل شعبك على الحصير، كون حر في أرض حرة وافتكر يوم المصير، بإيدك تحدد مصيرك بفكرك وشعبك نصيرك، تبني مجد وتزرع حقول الأمل بالتفاهم والمحبة والعمل، وما يهمك في الكراسي يضل شعبك والوطن ويضل تاريخك زمن وتزول الكراسي. يعطيك الصحة لطفي بوشناقي. يظهر لي أحسن ميساج هذا، أحسن رسالة تنجم تتوجه معناتها للناس اللي حاطة الكراسي بين عينيها. نحب نستدعاك أنا سي لطفي، معناتها أنا أعرف أنت معناتها مغروم بالطبخ ولا ماكش مغروم؟ طيب ساعات وحدك هكا كي جن متاع طبيخ. جن متاع طبيخ؟ ظهرت لي ضعفت شوية سي لطفي، عملت ريجيمة؟ لا لاباس. لاباس؟ شوية رياضة شوية رياضة، رمارش وسبور وفوتينغ في الليل. الحمد لله. اي الحمد لله الحمد لله. ما تقوليش تضربها المنتزه النحلي فوتينغ؟ لا غادي في الحب. في الحومه. نحب انا نستدعاك ولو انه معناتها مخر شويه انك تتعشى في الليل، وانا نستدعاك عشاء خاص دبرت اليوم مع جعفر القاسمي. الله مرحبا بكم في دبارة اليوم. مرحبا بك سي لطفي. سيدي خويا جعفر بارك الله فيك. وصلونا برشا ايميلات وبرشا كومنتات وبرشا اس ام اسات يشكروا في الدباره بتاع الاسبوع الفرد، واقترحوا علينا علاش ما نعملوش دباره خاصه بمستعملي الطرقات. دونك دباره اليوم هي شربة المرور. اول حاجه ناخذوا بالكيفيه هذه فروج، ناخذوا ضوء برتقالي وضوء اخضر كيما هكا جست للزينه، خاطر احنا بطبيعتنا التوانسه ما نستعرفوش بهم جمله. بعد ناخذوا رون بوان كيما هكا وقت السيركيلاسيون 7:30 تاع الصباح، كل قدير وقدره 8 9 10 هي ولد ديما بلا حتى نص النهار مش مشكله. ناخذوا الرون بوان نتاعنا هذايا لهنا، ومن بعد ناخذوا المواطنين نتاعنا على الصباح. ناخذوا شويه سكر بالكيفيه هذه، قد ما نكثروا في السكر قد ما باهي. ناخذوا شويه عسل كل قدير وقدره بالكيفيه هذه. صديقي قال لي ما تكثرش خاطر حاجتي بها الحكه. دونك نغطسوا السياق نتاعنا في السكر والعسل، ماكم تعرفوا على الصباح خاطر باش يولي المنطق حلو على الاخر. قد ما نغطسوا المواطنين نتاعنا على الصباح في السكر والعسل قد ما باهي والمنطق يولي حلو. مثلا ناخذوا زوز كيما هذوما سطعوا في بعضهم بالكراب، يبداو يخرجوا في الكلام الحلو على الصباح، من نوع مثلا محلاك 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 كسرت لي الشباك. الله. من نوع هذا يجاوبوا بكل زاده محبه واخلاق حميده. يقول له مثلا اعصابي مشدوده يعطيك دوده. ويقعدوا هكاكا يقعدوا هكاكا يقولوا لبعضهم في الكلام الحلو. من بعد الكلام الحلو يتطور يولي احترام متبادل، قد ما يحترموا بعضهم قد ما باهي. بعد يجبدوا بعضهم غادي في تركينه. وماكم تعرفوا كل ما ثم زوز يحترموا في بعضهم كل ما ثم حظبه. دونك نكثروا شويه من الحظبه شويه حزازه، ويبدا الاحترام نتاعنا على الصباح. يبداوا يحترموا في بعضهم على الصباح. والله نحترم ونحبك، نحترمك. تعدى انت، لا والله ما تتعدى انت، والله ما تتعدى انت، تعدى انت، والله ما تتعدى انت. هذا جاي حز احترموه على الاخر. كما قاعدين نشوفوا احترام متبادل. نخليو السواق نتاعنا يحترموا بعضهم بالكدا بالكدا، ونمشيو نلقاو الشنقال نتاعنا حاضر بالكيفيه
هذه دونك ناخذوا نبداو نختاروا. هذه كرهبه نتاع واحد مزمر نشنقلوها، نحاولوا نحافظوا عليها لو ماكسيموم. هذه كرهبه نتاع واحد مش مزمر، نحاولوا نرجعوها ما نهزوهاش. هذه كرهبه نتاع واحد مزمر نهزوها. هذه كرهبه نتاع واحد مزمر كي نثبتوا نلقاوها كرهبة زميل رجعوها. وكل قدير وقدره. من بعد نمشيو للفوريير، نطلوا على الكراب تاع المواطنين، نلقاو اللي في الفوريير يحافظوا عليهم بالكدا بالكدا. قد ما نحافظوا على كراهب المواطنين قد ما باهي، قد ما نحافظوا قد ما نحافظوا على كراهب المواطنين نتاعنا قد ما باهي. خاطر بطبيعته المواطن مسكين مازالت ماهيش خالصه كرهبته، نحافظوا له عليها، نزيدوا نحافظوا له عليها بالكدا بالكدا، نخليوها يحافظوا على الكرهبه نتاع المواطن نتاعنا، ونرجعوا للاحترام نتاعنا. نلقاهم مازالوا يحترموا في بعضهم، قد ما يحترموا بعضهم بالكدا هكا، وقتها يولي المواطن نتاعنا بارك الله مروح لداره سلامات كيما هكا. وكرهبته نخرجوها له من الفوريات بارك الله تعمل 66 كيف، ونكونوا حافظنا عليها وتحصلنا على شربة المرور. كانت هذه إدبارة اليوم، إن شاء الله يا منعاش الأسبوع القادم باش نقدم لكم إدبارة اللي هي دوسيات مكفنة. جعفر القاسمي، برافو برافو جعفر. هو اللي يقول قبل ما نستناو تغييرات كبيرة في المجتمع التونسي نستناو تغييرات صغيرة خير. تفاصيل بسيطة متاع احترام ضوء المرور، احترام مواطن، الإدارة اللي تفرح بيك، علاقتك بالبوليسي. أنت شنو معناتها تقييمك للحكاية هذه؟ فترة وتتعدى. نحس اللي ما نعرفش اخواني يوافقوني ولا لا وانت زاده، اما نحس اللي المواطن التونسي بدا يراجع في روحه، بدا يحس بالخطر، وبدا ياخذ في موقف، وبدا يعبر عن معناتها عن استياء بعض التصرفات، ويعني حاسين بالخطر، وهذا طبيعي جدا، وتنجم تقول نقزناها. اما دامنا نتكلموا في المواضيع نتاعنا اللي حاصله في الشارع نثيروها في وسائل الاعلام نتاعنا، معناتها احنا واعيين بالمشكله، وما دام واعي بالمشكله تتحل. مادام نحكيو على وسائل الاعلام باش نسالك، نعطيك اقوال قلتهم انت ونبربشوا علاش في اي سياق قلتهم. الثوره اصبحت شماعه الفاشلين، علاش قلت هكا؟ الايامات الاولانيه خاطر كنت سخون. هو اكيد كيما الناس الكل معناها جزء من هذا الوطن وجزء من هذا الشعب، طبيعتنا كيف بعضنا وشمال افريقيين معناتها عندنا الفواره، وعندنا الفواره معناتها نهيضوا شويه، ندخلوا في ساعه ونريدوا في ساعه. معناتها نحب نقول معناتها كل ما يلزمناش كل الثوره تولي معناتها كل ما نجحش قبل، خاطر هو ما نجحش يولي لانه كان مناهضا للنظام واللي نجح كان مع النظام، هذا غلط. فنتمنى الثوره، والحمد لله توضحت الامور حاليا. كل حد خذا بلاصته، ومازال الوقت اللي يحط كل حد في بلاصته. وقتها ايش تحكي؟ تقول ملا الثوره قلبت الدنيا؟ كنت نورمال، بورما غليت مع بعضها تفجيره كي دبوزت الكوكا اللي خطختها وحليت دانكول. في نفس السياق انت قلت ما عنديش رخصه لواج ولا رخصه تاكسيفون ولا خذيت ارض فلاحيه بالسعر الرمزي ولا عندي بطاقه حزب ولا عمري انتخبت. علاش قلت هكا وقتها؟ بعد ولو اني بيني وبينك نوفل ماذا بيا الموضوع هذا سكرته ما عادش نحكي فيه، حكيته خذا بايو فيما فيه الكفايه. التاريخ موجود والناس موجوده، وكل واحد تاريخ يحكي عليه ومواقفه تحكي عليه. تو انا نفكر في البناء، هذا اللي نخاف منه على الثوره هذه، ان قاعدين
ثورة جات في ظروف اقتصادية عالمية خطيرة جدا، وبلاد معناتها مكبكبة ماديا، واحنا قاعدين نحكيو على الماضي، فما ناس لاهين بالماضي هذا عندهم خدمتهم، اما الناس الكل كيف نحكيو على الماضي الترينو باش يفوتنا، لازمنا نشمروا على رواحنا ونبداو في البناء. واضح. لطفي بوشنيقة قعد معايا، عندنا ضيفة نحبوا نستقبلوها مع بعضنا باش تحكي لك حكاية. نستقبلوا سماح الدشراوي. عسلامة نوفل، شنحوالك لاباس؟ مرحبا عزيزة. عسلامة سي لطفي، لاباس شنحوالك؟ ربي يفضلك يعيشك بارك الله فيك. نحبك برشا سي لطفي. كريتني أنا. أنت فنان كبير. أغانيك تعجبني برشا برشا، تعرف علاش أغانيك تعجبني؟ على خاطر ديما فيهم حكاية. فيهم حكاية ولا لا؟ انت حكايه عزيزتي. يعيشك يعيشك. تعجبني هذيك السينما ياسر محلاها، والاخرى العين اللي ما تشوفكش، وعندك الاخرى الكراسي. الكراسي هي والوجوه تغيرت، ياسر محلاها هذيك. تعرف سي لطفي، انا جيت اليوم باش نحكي لك حكايه، اما توعدني على حاجه. وانا اقول ريتك ما نعرف وين. بالحق. اوكي في لاباس سيغ. لاباس. انا باش نحكي لك حكايه، وانت كان عجبتك تعمل عليها غنيه، مش توا براحتك بعد وقت اخر. باهي انا حكيتي، انا تقابلت انا وثلاثه صاحباتي بنات، هما معرسين يا اخي. تقابلنا مشينا نعملوا في قهوه، احنا في القهوه مشينا نعملوا في قهوه والسيرفور جينا. هو سيرفر جينا واحنا خذينا كل واحد شنو خذا. يا اخي هما بداو يحكيوا صاحبتي، قالوا احنا قلقين في الدين من رجالنا. هما في الدين مش انا قلت، هما قالوا. واحده قالت انا راجلي فددني على الاخر على خاطر ياسر انا هكا في الحلم، انا في الشعر، انا في المحبه في الصحاب، وهو ياسر يرجع فيا في الدنيا. انا نقول له نحبك وهو يقول لي قديه الوقت. انا نقول له محليها الدنيا معاك، وهو يقول لي يا اخي ماكش تخدم العشيه. الحاسيلو قالت تعبت يا اخي. قالت انا نهار من نهارات مشيت عملت له فطور، حطيت له الفطور وكتبت له شعر، كتبت له جعلتني اعشق الخراب الجميل واتعلم كطائر يذبح ان ارقص من المي. ومشيت للخدمه. قالت انا مشيت للخدمه وقعد لي سنه فيه باش يطلبني. يا اخي هو طلبها. طلبها قال لها عزيزتي محليك قداش انا محظوظ، قداش مرتي محليها. وي سامحني دقيقه نعملوا بيبليسيتي ونرجعوا لك خاطر طولت الحكايه. اوكي. باهي حكايه البيبليسيتي باش نعملوا برشا مرات رانا. يا اخي هي قعدت السنه فيه. يا اخي قلنا طلبها يا سي لطفي. قال لها عزيزتي محليك قداش انت امراه اكسبسيونيل، قداش انا محظوظ كيف خذيتك. يا بنتي شنو كي جلبانه ياسر بنينه. يا اخي قالت له اي جلبانه بنينه، اما ما قريتش الشعر اللي كتبته لك. قال لها وي الكلام هذاك راني ما فهمتوش، سامحني الدجاجه نذبحها ولا ما نذبحهاش؟ قالت له لا ما فهمتنيش، راهو الطائرين هذاك يعني نتألم مش الدجاجه، ما كومي ما تذبحيش الدجاجه. الاخرى قالت لي انا ملا مشكلتي اكبر برشا، انا راجلي راهي مشكله ومصيبه كبيره وقت اللي تاخذ راجل مثقف. قالت كل شيء يسالني عليه شنو احساسك شنو تحس. قالت يا سيدي هما مره مشاو يتفرجوا في فيلم. هما تفرجوا في الفيلم، خرجوا من الفيلم. قال لها شنو رايك؟ قالت له عجبني الفيلم. قال لها ليه ما تقولش هكاك عجبني، قول علاش عجبك الفيلم. قالت له عجبني وكهو. قال لها شنو فهمت منه الفيلم؟ قالت له فهمت انا هي تحبه برشا هو وقت اللي سلك امور ومشي وخليها. قالت له يا اخي هو قال لها ليه ما فهمت حد شيء من الفيلم. هو مش خليها، هو راهو تلمه ويحبها. يا اخي خليها تشوف حياتها خاطر حب يخليها رمز. يا اخي هي قالت له انا ما ريتش ما ارمز منه بصراحه، مش رمز. كيفاش يخليها يا اخي يا سيدي. قالت كل شيء يسالني عليه يقول لي كيفاش وحلل لي. حتى النشره الجويه يسالها يقول لها اش رايك في النشره الجويه؟ قالت له النشره الجويه شنو رايك؟ قال لها ما يسالش حلل لي. قالت له راهو قال سحب وغيوم ويمكن باش تبرد. هي قال لها اش معناتها باش تبرد الدنيا؟ قالت له والله ما نعرفش تبرد الدنيا، يعني يمكن تشري لي كبوت، يمكن بوتس، يمكن كشكول. قال لها قداش انت امراه تافهه وما عندكش عمق. يا اخي
يا اخي هي قالت له يا اخي انا راني امراه مانيش بير، تلوج على عمق انت يا اخي انا بير يا اخي. قالت له خذني كيف ما انا. الاخرى قالت الوغ لا انا مشكلتي اكبر برشا، انا نعمل بوبليسيتي ونرجعوها. بربي سامحني نلقاش عندك تابع راسي فرح. بعد تلقى عندنا يا اخي الاخرى قالت انا مشكلتي اكبر من مشكلتي لطفي وراسه. يا اخي قالت انا مشكلتي راجلي عمره ما فاجئني، احنا عايشين مع بعضنا 10 سنين وعمره ما فاجئني. يا اخي قال لها كيفاش نفاجئك؟ قالت له مثلا نقولوا احنا انت تطلبني في التليفون تقول لي راني مازلت نبته في الخدمه وتعمل هكا تحل الباب. ناخذ نفس ونرجع. ما يسالش بسم الله الرحمن الرحيم. كان واحد يجيك بهنديه انت ويقرط راسه. اوكي يا اخي يا سيدي يا اخي انا زاد راني من بكري قاعده نسمع فيك في الكراسي وقلت خلينا نمشي نعمل كيس فين القهوه. علاش قلت لك على الاقل يا اخي هي الاخرى قالت انا راجلي عمره ما فاجئني. قالها كيفاش نفاجئك؟ قالت له مثلا نبدا انت تتكلم فيا في التليفون وتقول لي انا راني مازلت باش نبدا، تعمل هكا تحل الباب وتدخل وانا نتفاجئ. قالها لا حكايه ديبيل، قالها حكايه ديبيل اون بليس باش نصب دينار لايت ونكلمك وكل شيء وانا جاي حكايه فارغه. قالت له باهي تعرفش كيفاش مثلا تهزني البلاصه وتقول لي راهو عيد ميلاد زواجنا وانا نسيت والكل وتفاجئني تعمل لي عيد ميلاد سعيد ولا شنو. يا اخي هي قالت له يا اخي بالقران ومن عليه نزل صلى عليه ربنا الهنا عز وجل. يا اخي هي قالت له باهي ما يصيرش فاجئني باي حاجه. نهار من نهارات نهار من نهارات هي سيلتي هي قاعده في الدار فاتة علمها هي كلمه فاتت قالت ربي ما عادش يفاجئني بالكل، ما عادش يفاجئني بالكل. هي قاعده والباب دق حلت الباب تلقى راجل جاب لها انفلوب مكتوب عليه ان شاء الله نكون فاجئتك. يا اخي حلت الانفلوب تلقى بعث لها الثقه نتاعها وما بعديها. الحمد لله الحمد لله. يا اخي هي من بعد ما قالت الحكايه الاخرى سماحة اشرح يا اختي. تحية لسماح الدشراوي. سي لطفي بوشناق سمعت بالعريضة ولا ما سمعتش؟ مش اللي كتبوها الفنانين، العريضة اللي ترشحت في الانتخابات. هشمي الحامدي. من جملة ما قال لهم ما أعطى وعود بانت للناس مبالغ فيها شوية. من جملة قالوا لهم باش تجيب الفلوس هذه الكل تخلص البطالة وتعمل هكا وترخص في الدنيا. قال لهم نعمل مثلا نجيب لطفي بوشناق ونعمل حفلة، الحفلة تدخل لي مليار ونمشي نرخص في الامور. سمعت بها الحكايه هذه؟ سمعت بها. هل تراه معناتها بالحق معناتها باش يعطي قيمه للفن ولا استعمال هكاك لغه؟ ايش حسيت؟ بصراحه احساس، نحكي على احساس. انه في الفن ما حدش حتى حد باش يعطيه قيمه. الفن قيمه او لا يكون اولويه نقولوا مش قيمه معناتها. فهمتك صحيح كلمه قيمه مش في بلاصتها معناتها. كنت وما زلت وان شاء الله ما زلت يعني مسخر جزء كبير من مسيرتي الفنيه لخدمه القضايا الانسانيه في الحفلات نتاع الجمعيات الخيريه، في القضايا العربيه، في باش نخدموا خدمه علاش لا. وقت اللي يلزمنا باش نعملوا حفله الجمعيه خيريه ولا المشروع خيري، احنا كنا الفنانين التوانسه الكل عمرهم ما وخروا. خاطر اول مره واحد يحكي على رئاسه الدوله ويجبد فنان في برنامجه الرئاسي. لطفي بوشناق معناتها كي نحكيو هكا بالدارجه وباللغه كارت سور تابل. لطفي بوشناقي معناتها الفنان التونسي وانت تعاني اللي تقول ديما نلقاه قدري لبرا اكثر من يلقاه في تونس. عمري ما قلت لا ديما يفرحوا بيا لبرا اكثر من اللي يفرحوا بي في تونس. انا والله لا عمري ما قلت
قلتها، ولهذا السبب عمرك ما حسيتها؟ عمري ما غادرت تونس. انطلقت من تونس، انطلقت من دار الثقافه ابن خلدون، وانطلقت من الرشيديه، وانطلقت من الشبيبه وقت اللي لهنا العباد تقول ما يلزموش يعمل افتتاحي يعيطوا لك في مصر ولا في الكويت باش يكرموك معناها. ما شنو هي المشكله؟ ما انطلاقتي كلها كانت مسيرتي الكل في تونس. نحكي لك قيمه الفنان في برنامج سياسي ولا في المجتمع. يا اخي لكن تتبعوا الغرب. علاش نتبعوا الغرب؟ كان في السياسه، نتبعوهم في كل شيء، في تصرفاتهم، في علاقتهم مع الفنانين. برشا مايكل جاكسون ما عمل الهرم الكبير بتاع الغناء في امريكا، كان مساند لكارتر وقت الانتخابات، وعده فنانين عادي جدا يعني. اما يكون الفنان مقتنع بالسياسه بتاع الحزب هذاك، باش يوقف معاه في الحمله الانتخابيه نتاعو. اما انا كتونس وفي الفتره اللي عايشه هذه، انا ديما نقول الفنان معناتها يحاول باش يكون في خدمه الجميع لما فيه خير البلاد في هذه الظروف بالذات. واضح. لطفي بوشناق نورتنا الليله، كنت ضيفنا في لاباس. نحب نقول لك ان شاء الله بالتوفيق لطفي، ربي ينور. ان شاء الله ربي ينور. الف شكر. شكرا ليك. الف شكر. الف صحه. تحيه كبيره لطفي بوشناق. الف شكر. ولي أحلى بونيسات. كل ما تتكلم ب4 دينارات اتصالات تونس تزيدك اوتوماتيكمون دينار بلاش في تليفونك. مواصلين في لاباس، وان شاء الله تونس ديما لاباس. فرحانين انه الانتاج الثقافي بدا يتحرك كما لاحظتوا بشويه بشويه. اول عمل مسرحي كامل يحكي على الثوره، والمنشور جديد الخميس الجاي مع فؤاد لطيم، ولاول مره نص واخراج حاتم بالحاج. حاتم بالحاج ضيفنا اليوم في لاباس. مرحبا. حتومه. مرحبا. شنو احوالك؟ حاتم بالحاج، قبل كل شيء جمهوري يحب يسألك. صافا الحمد لله. انت حاتم بالحاج كيما باميلا اندرسون. عليه فيش؟ مولود عام 67. اي. كيما يحيى الفخراني قريت ميدسين. اي. وكيما خميس بوبطان قريت صحافه. اي. نتشرف بيك. مسرحيه جديده. قريته معايا انت. قريته معي. لا كنت انت اكبر مني عاد بعام ولا عامين. انا اكبر منك في العمر وفاتك بعام في القرايه. اي فايتني بعام. اما مش بناحيه دوبيل، خاطر عملت انا مانيش مدوبل في الرابعه معناتها. اي عملت ريونتاسيون. اوكي. حاتم بالحاج المسرحيه جديده اسمها مونولوج السبسي. هل بعد التغييرات الجيوسياسيه اللي صارت في البلاد تنجم تولي مونولوج الجبالي؟ لا، تكتبت مش على بيجي قايد سبسي. اما تكتبت في الفتره نتاع بيجي قايد سبسي. اما تكتبت على السبسي، نوع اخر من السبسي. ما تدخل انت. سامحني على المثال. كيما المراه تتوحم معناتها انت تلمو تشوف الوزير العنوان تكتب وحده السبسي معناتها توحمت ابداعا معناتها السيد الوزير الاول السابق الحالي. كانت عمليه قيصريه هي ديجا. اما السبسي معناها سي امبوزي، معناها هو العنوان ينجم يحيلك، معناها يشرهك باش تشوف حاجه. العنوان فيه جو دو مو معناتها ينجم يكون هو، ينجم يكون مش هو، ينجم يكون مختلف. انت تقول حاتم ما تحبش من نوعك اللي ما تحبش تفضحها المسرحيه برشا قبل ما. اي صحيح. معناها عندي معناها هو عمل متكامل، معناها يلزمك من الاول للاخر تاخذ وقتك تستوعبها، فهمت، تسمعها. هو ستا مونودرام ماهوش ستاند اب، ستا مونودرام معناتها حكايه. فما قصه في الوسط. فما قصه. اي خرافه. خرافه. في الافيش نتاع المسرحيه تصويره البيجي قايد سبسي ولا تصوير جونتا؟ حكايه الجونتا كنا باش نحطوا في الافيش، لكن خفنا من لي زاسوسياسيون يقولوا لنا التدخين مضر بالصحه، ولو انه لو بوت نتاع الحكايه ماهوش هي ماهيش المحور نتاع الحكايه. فهمت، هي وسيله، خاطر كيما لو مال معناها ينجم حاجه باهيه تجيب حاجه خايبه. فهمت. ما نعرفش كان من غير ما نفشي اسرار معناها في المسرحيه. جونتا الدور نتاعها تسالنا علاش قبل وقت القايد السبسي عزيز سي البلجي كان لاهي بالسبسي وقت البي، وكانوا يتكيفوا السبسي للكيوف.
معناها يعمل كيف، داير كلمه الكيف جايه من غادي. وبعديش توا في وقت توا يا لا باش يهرب من الواقع نتاعو، باش يتخبى، مش فهمت. دونك المصطلح قد هو بيدو، اما النوعيه نتاع اكيد باش العرض الاول باش يكون حاضر فيه سليم عميم وضيف شرف باش تستدعاه اكيد. سليم عميم سورمون باش نوجهوا له، حتى باجي قايد سبسي باش نوجهوا له، باش توجهوا له دعم. اوكي. انت متعدد المهام، مخرج، مؤلف، كاتب، كاريكاتوريست، صحفي، منشط تلفزي، منشط اذاعي، منتج. علاش انت متعدد المهام حاتم بالحاج؟ اولا لانه الدنيا صعيبه، ثانيا ولا على خاطر ما عندك ثقه في حد، ولا خاطر دخلنا مرحله التعدديه في السياسه على ما ندخلوهاش في الفن، ولا خاطر ضمارك ما يفهموا حد دونك باش تلقى مخرج ولا مؤلف مستحيل، ولا لانه مرتك مصروفها برشا؟ الكل مع بعضهم تخلطهم. مرتي تخدم معايا معناها. مرتك تخدم معاك؟ لا يظهر لي نصدم كي نخمم في حاجه كي تجيني فكره نصدم فيها معناها. باهي باش نزيدك خدمه اخرى حاتم، يسالش ما تغشاش، خدمه عساس. سامحني باش نقول لك علاش، باش نحطك نتخيل خدمه شريفه عساس. خدمه شريفه لا معناتها تقول انت قاري واحد باش نخدم عساس، اما مؤهلاتها تكون بالطبيعه. تخيل انت عساس قدام باب المجلس التاسيسي، باش يتعداو عباد باش يقول لك تخليهم يدخلوا ولا ما تخليهمش؟ شكون خليه يدخل شكون ما يخليش يدخل؟ اكيد من الاول الهاشمي الحامدي عنده الحق يدخل، خاطر مواطن تونسي، بطاقه التعريف نتاعو تشبه البطاقه التعريف تاع اي مواطن تونسي، عنده الحق يدخل كان فما شعب انتخبوا. واضح. امير قطر ما يقعدش برشا. الكاس الاول اللي روح. امير قطر. امير قطر ينجم يدخل، كان يجي باش يصفق علينا، اما يجيش يعمل لنا دروس. يظهر لي معناها الاستضافه كي تجيب عباد كيما هكا، معناها يلزمك تستضيف ناس باش تعطي برستيج للحكايه، خاطر راهي الحكايه اللي قمنا بها ماهيش لا هي سهله لا هي حتى شيء. معناها كانت مؤشر اللي بدل برشا حاجات، دونك نجموا نجي واللي يجي مرحبا به. معناتها نعطيو برستيج للحكايه. هل امير قطر نجم يعطينا برستيج كي يجي؟ معناتها قطر ولات نجم تكون نموذج معناتها؟ قطر نموذج في التعليم، ديجا عندهم جامعه كبيره. قطر نموذج في الثقافه، قاعدين يحضروا في مدينه ثقافيه كبيره قد المدينه اللي عندنا 10 مرات. نموذج بالجزيره، ما ننساوش زاد، ما يلزمش يكون عندنا الميموار قصيره. الغاز معناتها كيما حاتم ما عندهمش الغاز، راهم عندهم الغاز اللي عندهم. الغاز اللي عندهم اما يعرفوا يحطوا فلوس، ما يشريوش في الحصن ب 6 مليار دويت. لا عندهم فلوس تلمون يشريوا حصنا وكراهب ودنيا. اما لا مثلا ريت ابو ظبي كي تعمل مهرجان سينما فما كل شيء الا السينما، معناتها دبي ولا ابو ظبي عملت اللوفر، معناتها تحس حاجات قوه فلوس. معناتها تقول انت حاجات باراشوتيه كيكا مسقطه نتاع فيس، سامحني معناتها في الكلمه نحس فيس اغزر كان نقلدوا باش بعديش نجموا نعملوا كيفهم ولا خير، ما يسالش، ما تنجمش من عدم، معناها ما تنجمش تخلق حاجه من عدم. ان توكا انت امير قطر يلزمك تفرض عليه كوبل اكزيجي، نحبوا شيخه موزه معاه. الشيخ موزه تجيب صحفه بوزه معاه. صحفه بوزه اوكي. حمل همامي ما عنده حتى كرسي، تخليه يدخل ولا؟ ما ربحش، اما ينجم يكون نبار شرف. نبار شرف. نبار شرف. هو حمل همامي نجم يكون كان معارض، كان يعطيه الحكم يمكن يعاود يحسب الاوراق ويعاود يشكي بروحه معناها. حمل همامي من العباد اللي الصباح يمشي في شعره في المرايه ينجم يعفس في روحه. ينجم. مسرحيتك اللي هي مونولوج السبسي، هل هي كيما الباجي قايد السبسي 9 اشهر وتوف على روحها؟ هي ماهيش نتاع ماهيش في مرحله انتقاليه، هي معناها فوالا. مسرحيتك هل كي مونولوج السبسي هل هي كيما الباجي قايد السبسي تخرج لامريكا وما تخرجش لقطر؟ لا مسرحيتي مش كيما قايد السبسي. مسرحيه مونولوج السبسي هل هي كيما الباجي قايد السبسي شعارها وخر وخر ظهر البهيم وفاء؟ لا مازال عندنا في ظهر البهيم معناتها مسافات. لا معناها هذوما فما كلام قاعد يتقال اللي الامثله الشعبيه كريتش رجعوا في الموضه برشا. معناها كيما تقول انت الكلام تلمو فما كلام، معناها وليت تسمع انواع واشكال الكلام. هو باجي قايد السبسي كان مسكين 20 سنه ساكت، يرافع كان في المحاكم، واللي يقراوا كتاب باجي قايد السبسي يفهموا عليه شخصيه باجي قايد السبسي هكا توا، خاطر باجي قايد السبسي كان يتمنى بورقيبه يحطوا وزير اول.
دونك بورقيبه ما حطوش زيرو، لا بري اون ريفونش سور لا في. هذيك الحاجه اللي تعجبني فيه، اللي بعد حلم يتحقق، حلم يتحقق 84 اي حاجه غريبه برشا. هل مسرحيتك مونولوج السبسي كيما الباجي قايد السبسي ما فيهاش قناصه؟ فيها قناص. تحكي على القناصه؟ فيها، ما مش نحكي فيها قناص معناها بالفم والملي. بالفم والملي. مادامنا نحكيو على مسرحيه مونولوج السبسي نستقبلوا فؤاد لتيم. سلام. الحمد لله. ولد الدار هذا. ولد الدار. مرحبا فؤاد. عايشك، نستناو ال 28. فؤاد لتيم. دونك الاكسبيريونس زاد انت اول ما نشوف اول مونولوج. اول مونولوج. اول ما نشوف. اول ما نشوف. فكرتك ولا فكره حاتم؟ ان نخدموا مع بعضنا. كلمت انا حاتم وتقابلنا وحكينا، والفكره فكره كلمتوا على 98 ولا على 20؟ على الفيكس. على الفيكس. على الفيكس. على الفيكس. لا خاطر انا في حواري نحب نعرف التفاصيل الكل. حاتم يتشد على الفيكس اكثر. اي تلقاه. اي تلقاه. دونك حكينا اي على الفيكس اكثر، خاطر ديما بالله ما غير تخدم راي صدقني تلقائيه كيك ما عاد شيء. اي دونك عندي انا مجموعه افكار حكيتهم لحاتم، وحاتم عنده فكره رئيسيه وبدا يكتب قابلوا افكاركم، شربوا قهوه وواضح. فما اكستري حلو برشا نحب نشوفه اللي هو تاع الجيش. اي الجيش على خاطر باهي هو ورجعت الذبابه وعينيها تدمع وخشمي يحرق، وقعدت نلوج من بلاصه لبلاصه هارب هكا، ثماش وين نلقى وين نكن راسي هكا ولا نتخبى. يا اخي اول طنق لقيته ترميت تحته هكا وركشت، قعدت راكش حتى ليل طلع الصباح انا راكش ومخي متحير على نورة راكش. نورة هكا، ومع وجوه الصباح هكا درت وهزيت راسي هكا الفوق وحليت عينيا نلقى الطنق مشى. وقتاش ما نتفكرش، كان لاحظتوش حاجه في تونس عمرنا ما رينا الطنوقه متاعنا يمشيو قدام عينينا هكا. تقوم الصباح تلقاهم يعسوا على عطريه ولا على كوشه، من غدوه تلقاها ما تفيق ما تلقاهش، بعد نهارين تلقاهم يعسوا على بانكا. منين جاوا وقتاش جاوا الله اعلم. قعدت عاد انا نخدم في مخي، قلت يا هذه يا اما ثم سحر ولا ثم زيقوات ولا الله اعلم منين الطنوق يتعداو يا صاحبي، بتوظف في غبره برجوا ليه. خدمت مخي ولقيت الحل. قلت سيرمون الميليتير متاعنا يجيو في الليل، ميليتير متاعنا يجيو في الليل ويجيبوا الطنوقه مفركين في كراذن كبار هكا، ويعملوا لهم مونتاج ويركبوهم كيما الليجو. ماله هذاك هو الحل الوحيد، يركبوهم كيما الليجو. عندنا جيش، عندنا زنس جيش يركب 66 طنق في ليله. يعطيك الصحة. صفا. ميرسي. خليونا العرب. هو الزكستري صعيب معناها خاطر فما ربطه واحد. ونعرف جيش خاطر عندي 3 سنين جيش، كنت نقرا في ليسي ميليتير، معناها عندي جيش نعرفه بالكدا، والحكايه اللي قلتها ماهيش 100% غلط. ما هي 100% غلطه. فؤاد لتيم نحبوا نسمعوا اكستري من غنية المسرحيه اللي هي غنية يزي، نحبوا نقدموها لكم اول مره دونك تشوفوها. غنية يزي، غنية مسرحيه مونولوج السبسي، اخراج ونص حاتم بالحاج، بطوله فؤاد لتيم. يزي ما تكيفنا ما لغوا بعقلنا، يزي ما تظلمنا في حبك تقهرنا، يزي ما تكيفنا ما لغوا بعقلنا، يزي
يزي ما تظلمنا وفي حبك تقهرنا. يزي 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 ما تخدرنا. يزي 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 ما تخدرنا. اش و20 سنة قد تسول السبعة حاضر ما تجيب بلا لا حشم ولا عرف وشبعة. خضرة ردوها فيولي لا نفحت مطرة ولا دمعة. ترابك يا تونس غلا باعوه ريوس اللفعة. يزي 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 ما تخدرنا. يزي يزي فوق يزي يزي ما تخدرنا. كيف فاض كاس الشعب سرارة قد حد في قلبه صاح في وجه الرعب في وجه الخوف وغلبه. لا مل سكت لا تعب كله يهون يضربه. قاوم الجهل والصعب فزعوا شواطن وهربوا. يزي فوق يزي فوق يزي يزي ما تخدرنا. يزي يا ولدي يزي فوق يزي فوق يزي يزي ما تخدرنا. يزي بالزطلة والكوكا والحرقة في فلوكا. ياسر تبعنا حلمهم ياسر صدقنا فلامهم. نبنيو بلادنا بدينا برجالنا وين ساوينا. يزي 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 ما تشوينا. يزي 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 ما تخدرنا. يزي فوق يزي فوق يزي 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 فوق يزي ما تخدرنا. يزي 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 ما تخدرنا. فؤاد لطيم يعطيك الصحة. شكرا ليك فؤاد. ميرسي. ميرسي. دونك المسرحيه العرض نهار 24 ديسمبر 24 نوفمبر 24 ديسمبر باش تتعاود في المسرح البلدي. 2 ديسمبر في الكاتريمار، 10 ديسمبر في صفاقس، 18 ديسمبر في سوسه، 29 في منزل بورقيبه، 13 14 15 جانفي في المرسى زفير. حاتم بالحاج تو باش نحكيو بصفه عامه على الاعمال نتاعك، خاطر انت شفناك في شوف لي حل، شفناك في عند عزيز وفي برشا. باش نحاول شخصياتك نحاول نلقى لهم بلاصه في الساحه السياسيه تو. هل الهاشمي الحامدي كيما الباجي ماتريكس كل ما يوحل يلقى حلول؟ ينجم يكون اما يباتشي برشا. يباتشي برشا. يخرج ديما يلقى ما يحيد. عنده بيراتاج في الجو كل. اليوم يسب غدوه سامحني به. هل اليسار التونسي كيما فيصل بالزين طموحه قصير برشا معناتها؟ اي صحيح سي فغي. ما فماش جدوى في قصير برشا. لا على فيصل بالزين. اي تنجم تقول. هل الباجي قايد السبسي كيما ميمونة نور الدين نقدروها على عمرها معناتها؟ كي العراف. كيفاك العراف؟ عنده شوية تلامس بعد ساعات. يجيبها بالتلامس ساعة ما تفهموش. يقول كلمة من كرخ وحبة من حب. هل دكتور سليمان كيما حماد الجبالي ما تفهموش لا باهي لا خايب؟ لا واضح. لا دكتور سليمان راه اكثر كيما اسمه مؤتمر كيما المرزوقي. منصف مرزوقي كلمته يقولها على نيته. لا انا عندي ليك هل منصف المرزوقي عندي ليك هل منصف المرزوقي كيما عزة يصيح ما طيب من داخل. عزة كي بشرى بن حميد. بشرى بالحاج حميد. شنو نقطة الشبه؟
برشا كلام وبرشا والفعل يجيبوا لا اليوم حاجه غدوه حاجه. باهي. وسيد حمادي جبيلي شكون من شخصيتك؟ انت قلت لي ماهوش كيما دكتور سليمان لطيف. فما شخصيه عملها فرحتها هنا في اللي يجي يكسر القلم. يظهر لي هذاك الشخصيه هذيك تاع سيزاهي اكثر. خاطر حمادي جبيلي نحن ما نعرفوش راهو. ما تنساش اللي نحن قعدنا 20 سنه وين مش 20 30 سنه من وقت بورقيبه كي يقولوا لك النهضه يقولوا لك الشيطان معناها فهمت. سيتي ريبريزونتي بار هذوكم بهم عليهم يحبوا يقتلونا وما يحبوش التوانسه ويكرهوا فهمت. دونك توا قاعدين نكتشفوا فيهم على ذاك كي يقول هو كلمه نحن ديما فما اللي يعمل رياكسيون بالمخزون اللي 30 سنه قاعدين يعبيوا خاطر فما لافاج دو سيرفو فما بوراج دو كران اوسي فهمت. دونك هي بيدها راهي النهضه هي تقاسي من ليماج اللي عند اللي الشعب عنده 30 سنه وعنده عليها ليماج هذيك هي بيدها تقاسي كيما نحن نقاسيو من ليماج. حاتم بالحاج اكسبيريونس جديده دونك اكيد يستنى في راي الجمهور الخميس الجاي في المسرح البلدي اللي هي مسرحيه مونولوج السبسي نصك واخراجك انت بطولة فؤاد لطيب نستناوها. في الختام نقول لك يعطيك الصحة حاتم شكرا ليك. ما نحب نوضح راهي المسرحية هذه ما تحكيش عالزطلة باش انتم ما تفهموش اللي هي تحكي عالزطلة ولا تفهموا. يا اخي بطاقة تعريف يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي بطاقة تعريف. شو اسمه؟ نوفل. نوفل ولد ربح الورتاني. نوفل ولد ربح الورتاني. نوفل ولد ربح الورتاني. برا غادي برا غادي يمشي غادي. يبدا قريب. مسنيش. ها؟ مسنيش. باهي برا غادي برا غادي. عندي كارت فيزيت بتاع برا غادي يا ولدي قلبي برا غادي امشي بحذاه. برا وغادي. وي معاك. نوفل ولد ربح الورتاني. شوفوا اسمع هاي يسكت نجموا نكملوا الحوار. تحاوروا حاتم شنو رايك في المسرح التونسي؟ يحكيوا على الثقافة مش مشكلة هي بتبعتها مهمشة. اوكي واضح واصل حاور. المسرح باش تجي تناويشه كبيره. يا كوارث برا كل لغة نتاع كارت فيزيت عندي ما عادش تاكل هذيك. برا يفرق الحظ برا. وي معاك برا يفرق الحظ.